السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر بتغرق، هكذا وصفت مواقع التواصل الاجتماعي ما حدث بالأمس في شوارع وطرقات الإسكندرية، تلك المدينة التي كانت تلقب بعروس البحر الأبيض المتوسط. ارتحل إليها العديد من الأوروبيين بعد الحرب العالمية الثانية. تحولت في يوم وليلة إلى تجسيد حقيقي للأغنية الشهيرة التي غناها محمد قنديل المطرب المصري الشهير، واصفا بها الإسكندرية بين شطين ومية. تحولت الإسكندرية إلى مياه فقط، واختلطت شواطئها بيابسها، وتحولت عروس البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة كبيرة لا تعرف الفارق فيها بين مياه الأمطار ومياه البحار، مع كثير من مياه الصرف الصحي. غرقت الإسكندرية بالأمس، فأصدر من يحكم البلاد قرارا سريعا بتكليف مجلس وزرائه بمتابعة الأزمة. غرقت الإسكندرية، فأغرقت معها أسطورة كاذبة تحدث بها السيسي قبيل انتخابه رئيسا، فقال واثقا: سأبني شبكة للطرق والصرف الصحي في عام واحد، ودلل على مقدرته فقال: أنا بقول. غرقت الإسكندرية، فأغرقت معها كبرياء زائفا تحلى به محافظا كان جل اهتمامه لياقته البدنية. غرقت الإسكندرية، فأغرقت معها لواءات للشرطة وجنرالات للجيش يشغلون مناصبا قيادية في محليات هذه المحافظة. غرقت الإسكندرية، فأغرقت معها أسطورة العقلية العسكرية التي تجد حلا لكل صغيرة وكبيرة في البلاد، ولكنها عجزت عن الوقوف أمام قليل من الأمطار. غرق الإسكندرية بالأمس بمياه الأمطار، أرجعه البعض ساخرا إلى مؤامرة إخوانية تزامنت اليوم مع اعتقال زعيم الكتلة البرلمانية للحرية والعدالة حسين إبراهيم، وأرجعه البعض الآخر لانتقام رباني كما وصفوه ممن أغرق الأنفاق على الحدود مع غزة، فأغرقته مياه الأمطار. وأرجعه الكثير إلى فشل في التخطيط وإهمال في التعامل مع البنية التحتية للدولة المصرية. اتفق الكثيرون أن من يتحمل مسؤولية غرق البلاد اقتصاديا، وغرق الإسكندرية مائيا، وغرق العدالة في السجون والمعتقلات، وغرق المجتمع في انقسام لم تشهده مصر من قبل، إنما يتحمل كل ذلك من قال إن الشعب المصري لم يجد من يحنو عليه. أهلا بكم، نحن معكم على مدى ساعتين نناقش معا أهم ما يحدث في الشارع المصري في نافذة على مصر بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا بكم، نافذة على مصر حلقة جديدة، ونبدأ بالفقرة الإخبارية. يحدث في مصر قبيل بدء الحلقة بنصف ساعة تقريبا أو بساعة مصدر أمني في وزارة الداخلية القبض على أمين عام حزب الحرية والعدالة برفقته قيادي آخر قبل الخروج من البلاد متوجهين إلى ليبيا. أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على حسين إبراهيم أمين عام حزب الحرية والعدالة، ومعه قيادي آخر بمنطقة سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح. وأوضح المصدر في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني مفادها اختباء كل من حسين إبراهيم أمين عام حزب الحرية والعدالة وبرفقته القيادي الرفاعي حسن بالساحل الشمالي. ينضم إلينا للتعليق على هذا الخبر المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ محمود جابر. أستاذ محمود، أهلا بك يا فندم. أهلا دكتور أسامة، مرحبا. نعم، ماذا حدث وكيف تم اعتقال حسين إبراهيم؟ وطبعا حسب المعلومات المتوفرة وكما تم الإعلان عنها، يعني وهناك معلومات متضاربة، يعني ما بين أنه يعني تم إلقاء القبض عليه في ناحية العجمي، وهو من المعروف أنه يعني ينتمي لمنطقة غرب الإسكندرية، فمن الطبيعي يعني أن يكون في محل سكني أو يعني حيث كان يعني يسكن، أو كما يعني رواية أخرى أنه كان ناحية الساحل الشمالي. تعددت الروايات، ولكن الخوف هو ما يعني يساورنا ويطاردنا من يعني أن يتم يعني تصفيته أو الاعتداء عليه أو تعذيبه كما يحدث مع سائر النشطاء والسياسيين الذين المعارضين للانقلاب. هذه سياسة السيسي أنه يعني لجأ إلى تصفية من يتم إلقاء القبض عليهم. فنحن كحقوقيين وقانونيين يعني نحمل الداخلية وحكومة الانقلاب
مسؤولية حسين محمد، يعني ذلك النائب الشرعي ورئيس يعني أمين عام أكبر حزب في مصر. فيعني نحمل الداخلية والحكومة الانقلاب مسؤولية الحفاظ على حياته وعدم المساس به، ويعني أن يكفلوا له كافة حقوقه القانونية نعم. في بلد يعني ضاعت فيها القوانين. طيب، هل تم التأكد من رواية الداخلية بأن حسين إبراهيم ومرافق معه كانوا على وشك الخروج من البلاد متوجهين إلى ليبيا؟ لا يشكك في هذه الرواية، لأن يعني مكان تواجده هو غرب الإسكندرية حيث محل سكنه ودائرته الانتخابية المعروفة، ولكن أنا أشكك في قصة هذا الهروب. يعني يبدو أنها رواية مختلقة للداخلية ومشكوك فيها، يعني لا تعد صحيحة بالمرة. أشكرك شكرا جزيلا محمود جابر، المحامي والناشط الحقوقي، كان معنا عبر الهاتف. في الإطار الحقوقي أيضا، اختطاف وإخفاء قسري ل4 من الأقصر وقنا. قامت قوات الأمن بمداهمة شقة بعين شمس واعتقال كل من فيها بعد أن قامت بتعذيب وضرب من فيها ضربا مبرحا لإجبارهم على الاعتراف بتهم منسوبة إليهم. وقامت وزارة الداخلية باعتقال كل من سيف الدين مغربي مهندس بالمعاش عمره 74 سنة، ومصطفى أبو شريفة عمره 57 سنة، وعلي عبادي 55 سنة، ومحمد عبد المقصود أمين حزب الحرية والعدالة بنجع حمادي. وقام ذويهم بتقديم بلاغات لكل من المحامي العام ووزير الداخلية والنائب العام للإفصاح عن أماكن ذويهم، ولكن دون نتائج تذكر. ينضم إلينا عبر الهاتف شيماء أبو شريفة ابنة المعتقل الأستاذ مصطفى أبو شريفة. شيماء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ما حقيقة هذه الرواية؟ يعني الداخلية تتحدث عن اعتقال وأنتم تتحدثون عن اختفاء قسري ولم يستدل على أماكن ذويكم حتى الآن. حضرتك هم تم اعتقالهم الساعة 2 يوم الأحد الساعة 2 صباحا. اقتحموا عليهم شقة في عين شمس. تم تعذيبهم في الشقة خلال تواجدهم في الشقة تعذيبا مبرحا بالضرب والسب والقذف. كان هناك بنتين اخواتي موجودين عند بابا بزيارة له، قاموا أيضا بتعذيبه وقذفهم وغموا عينهم وربطوهم ودخلوهم في الأوضة حبسوهم. وتم تعذيبهم بطريقة بشعة جدا هم أثناء تواجدهم في الشقة، وبعد ذلك أخذوهم قبيل الفجر إلى مكان مجهول لا يعلم حتى الآن أين هم. نعم، هل يعني تم الرد عليكم في التلغرافات اللي تم إرسالها للمحامي العام أو للنائب العام؟ لم يتم الرد حتى الآن علينا. نعم، أشكرك شكرا جزيلا شيماء، ابنة المعتقل مصطفى أبو شريفة والذي لم يستدل على مكانه حتى الآن. في إطار آخر من المبادرات التي يتحدث عنها بعض السياسيين والرموز هنا وهناك، الدكتور سعد الدين إبراهيم يدعو عبد الفتاح السيسي للتصالح مع جماعة الإخوان. التفاصيل: دعا الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز ابن خلدون إلى المصالحة بين السلطة الحالية وجماعة الإخوان المسلمين، مبررا ذلك بأنه ليس من المعقول أن يعادي النظام الحالي قرابة 3 ملايين مواطن مصري. وتحدث أيضا الدكتور سعد الدين إبراهيم في تصريحات صحفية وطلب عبد الفتاح السيسي بالعفو عن قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين وإلغاء عقوبة الإعدام تماما. وأكد إبراهيم في نفس التصريحات أن قطاعا كبيرا من الإخوان المسلمين سيقبل بالمصالحة لأنهم أدركوا أن الأخطاء التي ارتكبتها القيادة أخرتهم وأحدثت نكسة كبيرة في الحركة، على حد توصيف الدكتور سعد الدين إبراهيم الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف. دكتور سعد، أهلا بك فندم. أهلا وسهلا، تحياتي فيك. نعم، ما هي تفاصيل هذه الدعوة وهذه المبادرة ولماذا في هذا التوقيت؟ لا، أنا بدعو تلك المصالحة منذ 2 فهي ليست جديدة. كل ما هنالك أنه مع كل مرحلة من مراحل التطور المصري بقى جدد هذه الدعوة، وأنه في دلوقتي انتخابات وفي برلمان سياتي، وربما البرلمان نفسه هو اللي يأخذ المبادرة في هذا الأمر، لأنهم أنها لابد أن تأتي من القيادة لكي تطرح على النقاش العام والحوار العام. يعني أنا منذ دقائق على قناة أخرى
كنت مع الدكتور رفعت سعيد اللي هو يرفض المصالحه تماما، وده طبعا من حقه. واكيد في مصريين كثيرين الذين فقدوا ذويهم في الصدامات مع الاخوان المسلمين لن يقبلوا المصالحه، لكن بنقول في النهايه اذا طرح هذا الامر لنقاش عام وحوار مجتمعي ربما نصل نعم. إلى أنت نقطة تتحدث التواء هنا عن من فقد ذويه من الإخوان المسلمين برصاص الشرطة أو الجيش أم من؟ أو العكس، يعني من وقعوا ضحايا لعنف الإخوان المسلمين. يعني في مثل هذه الصراعات الأهلية بتقع ضحايا وقتلى من كل الأطراف، وبالتالي نعم. يعني دعني أتوقف هنا دكتور سعد، هل هناك حالات بعينها تقصدها يعني وقعت ضحايا نتيجة لعنف جماعة الإخوان المسلمين، أم أنك تقصد مثلا ما يحدث في سيناء من ولاية سيناء؟ لا، الإخوان المسلمين ارتكبوا حوادث عنف، حوادث تفجيرات ربما كانوا بيقصدوا منها رموز السلطة، الجيش أو الشرطة. مثل ماذا في النهاية دكتور؟ بقول لك في كذا حادث تفجيرات كان المقصود بها جنود الجيش والشرطة، إنما وقع فيها مدنيين أبرياء لا دخل لهم بالصراع بين الإخوان والسلطة. نعم. يعني أنا أسألك عن هذه الحالات، يعني إن كان هناك حالة عرفت إعلاميا أو يعني تحدث عنها حتى قاضي من القضاء أو النيابة العامة، هل هناك حالة بعينها؟ لا، أنا من المنصورة، وفي المنصورة وقعت حوادث عنف ارتكبها الإخوان المسلمين ضد مدنيين، تفجير مصلحة الأمن العام في الدقهلية، مديرية أمن الدقهلية تتحدث؟ أيوة نعم. نعم، ولكن يعني هذه الواقعة كان بيان الداخلية بعد ذلك أن أحد أمناء الشرطة هو من تورط في هذه القضية، ولكن ليس هذا هو قضية النقاش دكتور. السؤال الآن، لماذا وجهت الدعوة إلى عبد الفتاح السيسي ولم توجهها إلى جماعة الإخوان مثلا؟ يعني هل استقرأت آراء جماعة الإخوان؟ لا، هذه مبادرة من مفكر مثقف ناشط مهتم بالأمر العام، وبطرحها لكي يتحاور حولها المواطنين أو أصحاب الرأي. نعم. أو قيادات الفكر من كل الأطراف. هل تتوقع ردة فعل إيجابية أم سلبية على هذه المبادرة؟ لا، أتوقع طبعا بمرور الوقت إن لم يوافق عليها الناس الآن سيوافقون عليها في خلال سنوات قليلة. أنا عايز أختصر الوقت، وبدل ما ننتظر، وخصوصا أننا على وشك أن احنا ننتخب برلمان جديد وده تبقى السلطة التشريعية، ويكون النظام قد استكمل خريطة الطريق. فبقول جزء من استكمال خريطة الطريق هو الصفح والصلح كما فعل مانديلا في جنوب افريقيا. نعم. وهل سيكون هناك سيناريو للعدالة الانتقالية دكتور سعد على غرار ما فعله مانديلا هناك؟ نعم. وأهل الضحايا نفسهم لابد أن يؤخذ رأيهم في هذا الأمر. نعم. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون. ويبقى التأكيد أننا تواصلنا مع قيادات كثر من جماعة الإخوان المسلمين للتعليق على هذا الخبر تحديدا، وللوجود على الهواء مباشرة مع الدكتور سعد الدين إبراهيم لمناقشته على الهواء مباشرة في هذه المبادرة، ورفض جميع من تواصلنا معهم لأسباب مختلفة. في خبر آخر، عبد الفتاح السيسي يعدل بعض أحكام قانون تنظيم السجون. أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، ووفقا للمادة الأولى من تعديلات القانون التي نشرتها الجريدة الرسمية تستبدل بعبارة مدير عام السجون عبارة مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وبعبارة مدير السجن أو مأموره عبارة مأمور السجن، وبعض المواد الأخرى كان أبرزها أيضا مادة تتحدث عن دفع نقود لخدمات إضافية داخل السجون، وهو ما أثار جدل شديد على مواقع التواصل الاجتماعي وردود فعل كبيرة من بعض الحقوقيين
والمحاميين أيضا. ينضم إلينا عبر سكايب الأستاذ أحمد مفرح مسؤول الملف المصري في مؤسسة الكرامة. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. نعم، أحد التعليقات الساخرة كانت استشهاد بمقطع من فيلم كوميدي، ومأمور السجن بيقول للضابط على مسجون يعني هو مش عايز DVD أو مش عايز زنزانة على البحر، وسخر الكثير من مواد هذا القانون. لو تحدثنا عن المادة التي يعني تم تعديلها بدفع مبالغ مالية مقابل تحسين الخدمة. نعم، يعني دعني أقول لحضرتك والسادة المشاهدين، هذه المادة هي موجودة بالأساس في القانون القديم. ما تم هو زيادة في المبالغ التي تدفع، بمعنى في القانون القديم أو في قبل التعديل كان للمحبوس احتياطيا، وهذا شرط من الشروط، أن للمحبوس احتياطيا حق التواجد في السجن داخل غرف مؤثثة. غرف مؤثثة بمعنى سرير مؤثث ودولاب وغيره من الموضوعات وغيره من المستلزمات الخاصة بهذه الغرف، وله أن يدفع مقابل هذا الأمر 1.5 جنيه، 150 قرش، قصدي 1.5 جنيه زي ما قال القانون الماضي. لكن ما تم في هذا التعديل أنه رفع هذه القيمة إلى 15 جنيها في الشهر، بمعنى أن المحبوس احتياطيا أو الشخص المحبوس احتياطيا لمدة 30 يوم عليه أن إذا طلب أو إذا قبل طلبه بالتواجد داخل غرف مؤثثة عليه أن يدفع 450 جنيه في الشهر. طيب، يعني الحديث هنا هل هذا لجميع المعتقلين أستاذ أحمد أم هو لمن يستطيع فقط؟ لا، يعني هذا الموضوع لكل المحبوسين احتياطيا، لهم الحق في أن يقوموا أو في أن يعيشوا داخل غرف مؤثثة. الأزمة ليست في هذه المادة فقط، وليس حتى في زيادة المبالغ النقدية، وإنما بالأساس لا توجد غرف مؤثثة داخل السجون. يعني هذا أمر معروف، يعني والمحبوسين احتياطيا داخل السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة مثلهم مثل السجين العادي، يناموا على نفس، يعني بالتعبير المصري، البرش. وللأسف يعانوا من نفس المعاناة ويأكلوا من نفس الأكل وغيره من الموضوعات. طيب. الأكثر أن المحبوسين احتياطيا في قضايا سياسية ومن نطلق عليه المعتقلين رأي أو معتقلين تابع لحرية الرأي والتعبير، مثل معتقلي جماعة الإخوان المسلمين ومعتقلي يعني الحركات الشبابية وغيرهم، يعانوا معاناة أسوأ من الجنائيين، يعني يتم التعامل معهم بشكل أسوأ من الجنائيين. طيب، لو سألتك هنا عن بعض المواد الأخرى داخل غرف مؤثثة. نعم، لو تحدثنا عن أهم الملامح في هذا التعديل الجديد. هذا التعديل بشكل بسيط وبشكل صريح أعطى وزارة الداخلية أو قنن وشرعن للانتهاكات التي تقوم بارتكابها وزارة الداخلية بحق المعتقلين أو المسجونين داخل مراكز الاحتجاز المختلفة، خصوصا في السجون. أولا، يعني شرعن جريمة الحبس الانفرادي للمعتقل أو المحبوس. لك أن تعلم ويعلم السادة المشاهدين أن الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الخاصة بمعاملة السجناء، المبادئ الأساسية الدنيا لمعاملة السجناء كما أطلقت عليها الأمم المتحدة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيرها، منع باتا الحبس الانفرادي، ويعني شرح القانون الدولي وجعله جريمة بحق المعتقل. لكن ما تم هو ليس منع الحبس الانفرادي، وإنما زيادة في الحبس الانفرادي. يعني القانون الماضي كان يبيح للسلطات أن تقوم بحبس الشخص 15 يوما. نعم. هذا التعديل أعطى للسلطات الحق في أن تقوم بحبس أستاذ أحمد، الانفرادي لمدة 30 يوم. نعم، دعني أسألك عن دلالات تعديل القانون في هذا التوقيت. لماذا يحتاج النظام إلى تعديل هذا القانون الآن؟ لا، يعني لا، هذا ولماذا كل التعديلات الماضية إذا كان هناك برلمانا وهناك يعني جهة للتشريع ستتم؟ الأصل في أن هذا النظام
لا ياخذ اي اهتماما او لا يعير اي اهتماما لاي تحركات في البلاد او اي تحركات سياسيه او وجود برلمان او خلافه. هو يمضي في التشريع، وليس فقط التشريع وانما التشريع الذي ينتهك بشكل مباشر الدستور الذي اتى من خلاله والذي اقسم على ان يقوم باحترامه، الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه التي وقعت عليها مصر، وهذا اساس في كل التشريعات التي تم التعامل معها وتم تقنينها أو تشريعها منذ 30 يونيو وحتى الآن. نحن نتحدث فقط عن أكثر من 500 قرار وقانون مخالف لأبسط المعايير الحقوقية وأيضا مخالف للدستور المصري، وبالتالي هو يزيد من هذه القوانين بمثل هذا القانون ويعطي ويصرح بوجهه يعني بهذا الوجه الأساسي في أنه لا يحترم لا المواثيق ولا المعاهدات الدولية ولا يحترم أصلا الدستور المصري. أشكرك شكرا جزيلا أحمد مفرح مسؤول الملف المصري في مؤسسة الكرامة، كان معنا عبر السكايب. نذهب إلى الإسكندرية وعبد الفتاح السيسي للحكومة عن غرق الإسكندرية. استعدوا للأزمات قبل وقوعها. عقد عبد الفتاح السيسي الاثنين اجتماعا مع مجلس الوزراء بكامل هيئته برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن السيسي طلب في بداية الاجتماع التعرف على خطوات الحكومة للتعامل مع التداعيات التي شهدتها محافظة الإسكندرية جراء موجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها. ونوه السيسي إلى أن استراتيجية عمل الحكومة مع مختلف الأزمات يتعين أن تشهد تغيرا نوعيا بحيث يتم التحسب للأزمات والاستعداد لها قبل وقوعها بما يضمن تعاملا أفضل وإدارة جيدة للأزمة تحول دون وقوع الخسائر خاصة في أرواح المواطنين. ينضم إلينا للتعليق على هذا الخبر، نعم يبدو أن الاتصال مش جاهز. عبد الفتاح السيسي بيقول للحكومة لازم تخلي بالكم عشان يعني قبل ما المصيبة تحصل نكون عاملين حسابنا ونعرف نتعامل معها. طبعا ده أثار موجة يعني غاضبة جدا من الانتقادات. طب أنت وظيفتك إيه؟ يعني تحميل المحافظ المسؤولية؟ لا، هو عبد الفتاح السيسي ونظامه ده تعليقات الناس على مواقع التواصل الاجتماعي هم من يتحملوا هذه المسؤولية. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية. أستاذ خالد أهلا بك يا فندم. اهلا بك استاذ اسامه، ازي حضرتك؟ نعم اهلا بحضرتك. عبد الفتاح السيسي يطالب الحكومه في اجتماع عاجل باخذ الاجراءات اللازمه قبيل وقوع اي كارثه اخرى، ما تعليقك؟ انا تعليقي طبعا نحن امام دوله فاشله بكل المقاييس تلاحقها الازمات والكوارث المستمره. ربما لا تكون هذه دوله، ايضا ربما تكون عصابه سطت على الحكم في مصر وجرت البلاد إلى مستنقع من الدمار والخراب. هذه العصابة لم تستطع حتى الآن أن تقوم بمقاومات الدولة. إذا عجزت الدولة عن تلبية احتياجات المواطنين فلا تسمى دولة. فأنت ترى الكوارث المتلاحقة تلاحق المصريين وتقف هذه السلطة عاجزة عن حل المشاكل والأزمات. سوف تلاحق الأزمات الاقتصادية وغيرها والخدمية والخدمات المتهالكة المواطنين في كل كارثة. الحكومة سوف تصبح عاجزة ولن يفيد استقالة محافظ أو وزير. اليوم بالأمس كانوا في الإسكندرية واليوم في المنصورة وشرم الشيخ. ماذا يفعلوا في هذه المشاكل كلية؟ لا بد أن ترحل هذه العصابة وتترك البلد لأنها تسببت في كوارث. الكارثة يتحملها قائد الانقلاب والعصابة الموجودة معه. أين ذهبت الأموال والودائع وأين ميزانية الدولة وأيضا التدهور الاقتصادي والمعاناة التي يعانيها المواطن المصري الآن، فضلا عن الدماء وانتهاك حقوق الإنسان. نحن أمام عصابة تجر البلاد إلى كارثة. مصر على حافة الهاوية وعلى حافة الإفلاس، ونحن أمام يونان أخرى. أشكرك شكرا جزيلا خالد الشريف المتحدث الإعلامي باسم حزب البناء والتنمية، كان معنا عبر الهاتف. تقرير السوشيال ميديا وأبرز ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي، آخر فقرة معنا في فقرتنا الإخبارية، نشوفه ونرجع نكمل.
شبر ميه ومصر بتغرق والسيسي هو المسؤول. بالتأكيد غرق اسكندرية امبارح والنهارده هو المتصدر كل مواقع التواصل الاجتماعي، وهو موضوع فقرتنا اللي جايه. نافذ على مصر حلقتنا مستمرة بعد الفاصل، فابقوا معنا. حلقتنا مستمرة وفيها أين ذهب المواطنون ولم حرصا على عدم الانقطاع. مشاهدينا أينما كنتم، نرجو منكم ضبط أجهزة الاستقبال لديكم على التردد الأكثر استقرارا على القمر الصناعي نايلسات أتلانتيك بيرد اعتبارا من بداية شهر تشرين الثاني نوفمبر القادم وفقا للقيم التالية: 10,872 عمودي بدلا من 11,640 أفقي. أهلا بكم. نافذ على مصر حلقتنا مستمرة وفيها الإسكندرية تغرق. ليتحدث المصريون عن إغراق النظام العسكري للبلاد في كل المجالات. لخص غرق الإسكندرية جراء دقائق معدودة من الأمطار شهدتها المدينة الساحلية، وما زالت تعاني من أثارها حتى الآن حال البلاد في عمومها، والتي باتت قاب قوسين أو أدنى من انهيار تام في كافة المرافق والقطاعات كنتيجة طبيعية لحكم استمر في البلاد طيلة 60 سنة غير آبه سوى بتثبيت أركان سلطانه وجاهه على حساب أرواح البلاد والعباد. غرقت البلاد في بحور من الدم عقب الانقلاب العسكري الذي طال البلاد منذ عامين أو يزيد قليلا، فلم يعد هناك صوت عاقل يسمع أو ناصح أمين يقال له نعم. وضربت الرصاصة أعناق العباد لا تريد فكاكا على الرغم من الوعود الوردية التي طيرها الانقلاب وأعوانه لحال البلاد بعد القضاء على أعدائه من المعارضين بالقتل تارة وبالسجن والاعتقال تارة أخرى. كشف غرق الإسكندرية أوجها أخرى من غرق البلاد،
فهذه العدالة باتت تمثل ذراعا للبطش والقمع عوضا عن رد المظالم إلى أهلها، ولم يبدو هناك أي تقدم يلوح في الأفق حول وضعيتها التي باتت تمثل الوجه الآخر للانقلاب في انتهاكه ودمويته. العنف والظلم باتا عنوانين واضحين غرقت فيهم القاهرة عقب الانقلاب، رصاصة في مواجهة رصاصة، وقتل بقتل ودم بدم، وهكذا باتت سيناء منتهكة الحق والعدل والجوار، والكل فيها ضحايا للعنف والعنف المضاد. الدولار أغرق البلاد في تيه الإخفاق الاقتصادي، فبات الجنيه المصري بلا قيمة، وباتت الشركات العالمية تقصد الهرب بعدما عجز عبد الفتاح السيسي عن توفير المناخ المناسب والبيئة الخصبة لتنمية الأموال وتشغيل العباد. المعتقلون كانوا وما زالوا عنوانا واضحا لغرق النظام في وحل الظلم وانتزاع حقوق الآمنين في منازلهم، فعوضا عن خروجهم من غياهب السجون غاصت أقدام النظام في انتهاك الحقوق. ما بين غرق الإسكندرية وغرق النظام باتت القاهرة عنوانا للغرق الجلي بكل أنماطه، فما بين ظلم وردة اقتصادية وغياب للعدالة أضحى الجميع في انتظار غرق النظام ورحيله، وعسى أن يكون ذلك قريبا. دعوني أرحب بضيوفي في هذه الفقرة. معي في الاستوديو النائب عن دائرة باب شرق الإسكندرية سابقا الأستاذ صابر أبو الفتوح. أهلا بك أستاذ صابر. كما أرحب بضيفي من القاهرة معي الكاتب الصحفي الأستاذ مجدي شندي. أهلا بك أستاذ مجدي. أهلا بك. نعم، أبدأ معك أستاذ صابر. الوضع في الإسكندرية لم يخفى على أحد، الحديث على جميع المواقع الإخبارية هنا وهناك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. أنت كنت نائب عن دائرة باب شرق الإسكندرية، هل هذا الأمر متوقع حدوثه؟ يعني ما حدث في الإسكندرية أمر طبيعي مع هطول الأمطار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ودعني في البداية وأنا سكندري أن أنا أحمل سلطات الانقلاب العسكري المسؤولية الكاملة عن سلامة النائب السكندري الأستاذ حسين إبراهيم، رئيس منتدى البرلمانيين الإسلاميين وأمين عام حزب الحرية والعدالة والنائب البرلماني منذ 15 سنة، واللي تم اعتقاله النهاردة ظلما وعدوانا، ليؤكد هذا النظام أنه لا مكان للشرفاء ولا الوطنيين ولا الأنقياء في مصر. حضرتك لما بنتكلم عن الإسكندرية مش وحدها هي اللي بتغرق، مصر كلها بتغرق. لما مرفق الصرف الصحي يغرق، لما مرفق المياه يغرق، لما مرفق الصحة والسلامة والإسعاف يغرق، يبقى مصر كلها بتغرق في الوحل الاقتصادي والانهيار السياسي والاجتماعي وكل شيء، وده حكم العسكر. حضرتك بتسألني بتقول لي هو ده كان متوقع يحصل في الإسكندرية؟ لابد وأن نؤكد للمشاهد بأن العام الوحيد اللي لم تشهد فيه الإسكندرية ولم تشعر بهذه الكارثة هو العام اللي تولى فيه الأستاذ الدكتور حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية. ليه؟ الأستاذ الدكتور حسن البرنس عقلية علمية أكاديمية بتعرف تفكر، مش 50%. في المحافظة خطة اسمها خطة الإحلال والتجديد والصيانة. قبل دخول الشتاء الأستاذ الدكتور حسن البرنس جاب خطة الإحلال والتجديد والصيانة وحطها قدام منه، جاب مسؤولين شركة الصرف الصحة وتابعهم في تنفيذ خطة الإحلال والتجديد والصيانة قبل دخول الشتاء. وبالتالي قبل دخول الشتاء تم تطهير كل الشنايش اللي موجودة في الشوارع، والشنايش ديت هي المجاري الطبيعية لمياه الأمطار، فاتطهرت اتنظفت ووضع الشباك عليها علشان ما ينزلش فيها الورق والزبالة مرة تانية. رقم 2، خلى شركة الصرف الصحي تطهر مجاري الصرف الصحي والبلاعات، وكل ديت من خلال عربية الشفط اللي موجودة عندهم، فأصبحت طريق المياه سهل جدا علشان تستقبل مياه الأمطار حال حدوثها. وبالتالي لم تشعر الإسكندرية بهذه الكارثة في عام الدكتور حسن البرنس. طب ليه شعرت بيها هذا العام؟ يعني مجرد الحل البسيط ده هو حل الأزمة؟ جدا. يعني محطات الصرف حل الصحي الكارثة وهكذا يعني. لا أنا بقول حل الكارثة.
لان لم يشعر الاسكندريين بكارثه، لكن احنا عندنا ازمه. نعم عندنا ازمه، عندنا ازمه في الصرف الصحي، وكنا بنعاني منها على مدار سنوات طويله. هنتكلم بالتفصيل عن هذه الازمه، ولكن يجب ان انوه ان الاستاذ مجدي شندي قد اغلق الخط واغلق هاتفه ايضا ولم يعد معنا الان على الهواء. الرجل يعني كتب مقال صباح اليوم بعنوان دولة عباس كامل وشركاه، وانتقد فيه نظام عبد الفتاح السيسي انتقادا كبيرا، وتحدث عن تسريبات الصايع الضايع وعن اختفاء وعن ايضا تسريبات الاذرع الاعلاميه، وعن عبد الفتاح السيسي الذي خذل شعبه، وعن رجل قال يوما ان هذا الشعب يحتاج الى من يحنو عليه، وانتم ما تعرفوش ان انتم نور علينا. لم يكن منتظرا منه ان يقيم اركان دوله لا عدل فيها، تنسى الالاف من الابرياء في السجون، وتعيد الشرطه الى زمن انتهاك القانون والاستهزاء به والهاب ظهور الناس بسياط الغلاء. صنع دوله خوف يخشى كل احد فيها ان ينطق لكي لا يصبح مقطوع اللسان او رهين جدران الزنازين. هذا ما كتبه السيد مجدي شندي، ويعني كنت أتمنى أن يبقى معنا لأناقشه فيما كتب، ولكن يبدو أن الرجل لديه رأي آخر. أعود إليك أستاذ صابر. الحديث هنا عن شبكة الصرف الصحي. عبد الفتاح السيسي عندما كان مرشحا لانتخابات الرئاسة قال بملء فيه وبثقة كبيرة. نعم، طيب يبدو أن الأستاذ مجدي عاد إلينا مرة أخرى. أهلا بك أستاذ مجدي. أهلا وسهلا بك. نعم، يعني خلينا أسألك بداية عن الإسكندرية ووضع إسكندرية قبل ما أتكلم معك في يعني مقالك الذي كتبته صباح اليوم. يعني برأيك ما الذي حدث في الإسكندرية؟ أنا بس بداية أستنكر التوظيف السياسي للكوارث. هذه كوارث ينبغي على كل أصحاب الضمائر الحرة أن يحسوا بالوجع الذي يقع على أهل البلاد، وألا نوظفها سياسيا وأن نبتعد بها عن هذه الثانية. يعني التقرير الذي يتحدث عن مأساة وكارثة الإسكندرية كما لو أنها يعني ما جنته يد النظام بعد 3 يوليو، يعني هذا تفصيل مفل الحقيقة، لأن ما حدث في الإسكندرية هو نتيجة إهمال وقصور وتراخي لأجهزة الدولة منذ 35 عاما وحتى هذه اللحظة. طيب ما حدث دعني أتوقف يعني معك عند هذه النقطة. أمطار شديدة على مكان، هناك سوء تخطيط فيها، هناك عدم تقدير. نعم. المفترض أن المخطط يبني على أسوأ الاحتمالات. أسوأ الاحتمالات هو ما حدث أمس في الإسكندرية، وللأسف الخطط منذ 35 عاما وحتى هذه اللحظة لم تتوقع هذا. محطات الصرف الصحي في الإسكندرية كان يجب أن تضاعف طاقتها 3 أضعاف. إدارة الكوارث كان يجب أن تكون متيقظة وأن تتدخل في الوقت المناسب وأن تجد حلول عاجلة تقي يعني الإسكندرية ما حدث من تلفيات ومن ضحايا في الأرواح. لكن بالتأكيد هناك تقصير وهناك إهمال جسيم، وأظن أن النظام في القاهرة يعرف جيدا يعني أن هناك خطور شديد. لذلك كانت هناك مجموعة من الخطوات، أولها كانت إقالة المحافظ، ثانيا تحويله للنيابة الإدارية هو وكبار المسؤولين في الإسكندرية، والنيابة الإدارية حتى فتحت تحقيقا من ذاتها، تحويله لنيابة استئناف الإسكندرية بتهمة القتل نتيجة الإهمال للضحايا. طيب أستاذ مجدي، دعني أتوقف معك عند بعض ما قلته، وهو أنك يعني انتقدت البعض بأنه يسيس ما حدث أو يتحدث سياسيا عما حدث. وهنا السؤال، أليست هناك مسؤولية تنفيذية؟ يعني أنت أقررت بأن هناك، طيب يبدو أن الاتصال انقطع، يا ريت نعود الاتصال به مرة ثانية. أستاذ صابر، لماذا يسيس البعض ما حدث؟ هي حاجة إنسانية، لازم الناس كلها تتعامل مع هذه الكارثة ويقفوا كتفا بكتف مع الدولة ومع الأهالي في الإسكندرية، وتسييس مثل هذه المسائل يعني عمل يعني غير صحيح من وجهة نظر الأستاذ مجدي. لا، هو طبعا يعني الحياة العامة كلها سياسة، بمعنى أن هناك حكومة لابد وأن تضع الخطط لتنفذ هذه الخطط لينعم هذا الشعب الذي تحكمه بما تخطط.
احنا لما تبقى عندنا حكومات متعاقبه وزي ما قال الاستاذ مجدي شندي من 35 سنه المشكله ديت، هو مين اللي كان بيحكمنا من 35 سنه؟ هو مبارك. بل حكم العسكر المتعاقب على مصر كلها هو اللي كان بيحكمنا. ماذا جنى الشعب المصري من حكم العسكر غير هذا الانهيار؟ خليني نوصف المشكله كمشكله ونشوف مين السبب فيها علشان نحكم على النظام السياسي اللي هو نظام حكم العسكر. لما يجي عند الرئيس شركه الصرف الصحي اللواء يسري هنري عازر، اللواء يسري ده لواء، ايه علاقته بحاجه هندسيه زي الصرف الصحي واللي كان قبل منه وهكذا؟ اللواء هنري عازر بيقول ايه؟ تم تجديد شبكه الصرف الصحي في 215 شارع العام الماضي. 215 شارع تم لهم عمليه احلال وتجديد في الاسكندريه. انا مش باكد هذا الكلام ولا بنفيه، انا باخد منه عشان احلل. طيب لما يبقى انت عملت كده في 215 شارع، يجي عندك ساعه شتاء يعمل فيها كده؟ طب شوف تحليله بقى وتعليقه على الشتاء والكارثه قال ايه؟ قال السبب فيها التجاوزات في ارتفاع العقارات والبناء المخالف. البناء المخالف والتجاوزات ديت ما تمتش في سنه، تمت في سنين، وانت بتعمل في 215 شارع احلال وتجديد. ليه ما عملتش حساب الارتفاعات الزايده؟ ليه ما عملتش حساب عدد السكان الكتير علشان يبقى العمق والقطر بتاع المواسير اللي انت هتحطها في الارض يتكافئ مع الاستخدام بتاع الناس دي كلها؟ هذه واحده. المشكله تكمن في الفساد المتعاقب لحكم العسكر. الشركه من المعلوم ان شركه الصرف الصحي بتتم اسناد المشروعات بتاعه الصرف الصحي دي بالامر المباشر. طب نشوف قديما مين اللي كان بينفذ مشروعات الصرف الصحي في مدينه الاسكندريه وكل المشروعات في مصر؟ مش شركه المقاولين العرب اللي كان رئيس وزراء مصر من شهر واحد كان ابراهيم محلب رئيس شركه المقاولين العرب قبل كده؟ تعال اقول لحضرتك واقع من وقائع الفساد اللي بتتم من شركه الصرف الصحي في مشروعات الصرف الصحي. عندنا مشروع تم في الكيلو 21 على مسافه كبيره جدا. الكيلو ده المشروع ده تم اسناده بالامر المباشر لشركه المقاولين العرب علشان تنفذه بقيمه اجماليه حوالي 2 مليار ونص جنيه. قعدت فيه تشتغل فيه اكثر من 5 سنوات هذا المشروع. شركه الصرف الصحي لم تتسلم المشروع حتى الان رغم انتهائه. ليه؟ السبب كده كان واضح، عدم مطابقه المشروع للمواصفات الفنيه. المواصفات الفنيه اللي حطها الشركه. المشروع ما تمش عليه. انا بس هختم بيها دي. المشروع ما تمش عليه. طب يعني ايه اللي بيحصل؟ يعني المواسير عاليه والطلمبات اعلى من مستوى المواسير، وبالتالي الشتاء دوت لازم يطفح في الشوارع عشان قدره الطلمبات وحجم المواسير ومستواها لا يسمح باستيعاب الميه اللي بتيجي. طيب. مين المسؤول عن هذا الاهدار للمال العام؟ استاذ مجدي، اعود اليك الان. ألا تتحمل دولة عباس كامل كما وصفتها في عنوان مقالك مسؤولية ما يحدث، ولذلك سيس البعض ما حدث في الإسكندرية؟ بالتأكيد تتحمل جزءا من المسؤولية، لكن هناك فساد مزمن وهناك سوء إدارة مزمن ليس وليد اليوم ولكنه ابن 35 عاما مضى. دور السلطة الحالية أن تراجع الأوضاع، أن تحاول التقويم، أن تحاول الإصلاح، لكن ذلك بالتأكيد لا يتم بين يوم وليلة. وأنا أود أن أقول لك أن كارثة مثل هذه كان يمكن أن تقع لو ظل مرسي رئيسا، ولذلك ننتقد من أول أيام مبارك ننتقد السلطة حتى نظام حكم السيسي، وسننتقد من بعد السيسي أيضا، لأن المشاكل المزمنة طويلة الأمد هذه تحتاج إلى دولة حقيقية مستقرة تخطط بهدوء شديد وتنفذ بهدوء وتنقل مصر من دولة في عهد مرسي أستاذ مجدي، نعم، في عهد مرسي كان البعض يقول له، يعني حتى عندما كانت تصدر تصريحات من بعض القيادات في الدولة في هذا التوقيت أن هذه تركة مبارك، فكان بيقال لمحمد مرسي ومن معه مش قد الشيلة امشي ما تشيلهاش. هل الآن أيضا يعني يفترض التعامل مع عبد الفتاح السيسي بنفس الأسلوب؟ لو هو مش قد الشيلة يسيبها ويمشي؟ يعني بالتأكيد ما انطبق على رأي الناس في النظام السياسي أيام مرسي سينطبق أيضا على النظام الحالي. الناس تطلب من السلطة أن تجد حلولا عاجلة لمشاكل
مزمنة، وهذا دورها، ولذلك أظن أنها يعني تتحرك الآن، وبالتأكيد يعني هذه ليست آخر الكوارث. موسم الشتاء طويل ويمكن أن يتكرر الأمر في أكثر من مكان، لذلك فإنها لابد أن تستعين بإدارة أزمات لديها من الكفاءة ومن القدرة على مواجهة هذه الكوارث قبل وقوعها، وعلى الحد من أضرارها، وعلى دراسة أسوأ الاحتمالات حتى لا تضيع أرواح المصريين بسبب إهمال وفساد وكثيرا ما ننتقده ولا ينصلح شيء. طيب، وفقا لبعض ما ذكرته أستاذ مجدي في مقالك اليوم، دولة عباس كامل وشركاء استشهدت ببعض التسريبات وبدولة خوف يتم صناعتها الآن، وبأذرع إعلامية أيضا، وبطابور خامس يجب أن يهلل للقيادة السياسية حتى يكون في ركابها. وفقا لكل هذه العوامل السلبية التي ذكرتها الآن، وبأن السيسي لو وقف وهو وزير دفاع أمام السيسي الآن لربما لم يعرفه، وفقا لما ذكرت أنت، هل تعتقد أن هناك تغيرا سيحدث إذا ما طال الشتاء وحلت كوارث أخرى؟ شوف، غضب الناس قد يتراكم نتيجة هذه الكوارث، لكن من المهم الآن حتى تسمع أصوات المنادين بالحرية في مصر أن يتوقف الإرهاب، وأن يتوقف الدعم المادي والدعم الأدبي للإرهاب عبر تشجيعه وعبر الشماتة في ضحاياه وغيره. يعني احنا بنتعامل مع ربما يعني يتساءل البعض ما علاقة الإرهاب وهذه الكارثة بسقوط أمطار وفشل سلطة تنفيذية في معالجة هذا الأمر. يعني أرجو أن تبقى معي، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ صابر، يعني تحدث الأستاذ مجدي أن هناك تحرك حدث من الدولة، إقالة للمحافظ ونيابة إدارية تم تحويله إليها، وعبد الفتاح السيسي صباح اليوم في اجتماع طالب رئاسة الوزراء بتوقع الكوارث والعمل من أجل حلها قبل وقوعها. يعني ما تحليلك أو رأيك فيما قامت به السلطة الآن؟ هو أنا بالتأكيد بحمل زعيم عصابة العسكر المسؤولية الكاملة عن غرق مصر. مصر بتغرق، مش اسكندرية وحدها. عشان كده بقول له مش قد الشيلة، سيبها وارحل، سيبها وغور، ورينا عرض قفاك، خد بصبورك وارحل. أنا بقول لحضرتك إن دولة العسكر هي المتسببة قديما وحديثا في هذه الكوارث. تعالى، أنا يعني ذكرت لحضرتك، قلت لك اللواء يسري عازر رئيس مجلس إدارة الشركة. طب تعالى نسلط الضوء على شركة الصرف الصحي. إيه حالها؟ شركة الصرف الصحي فيها عدد كبير جدا من العاملين، يصل إلى حوالي 4000 عامل، لكن معظمهم متكدس في الإدارة بالواسطة والمحسوبية، وعدد قليل جدا هو اللي بينزل في الميدان علشان يشتغل في الشوارع، وعشان يطهر الشوارع، وعلشان ينفذ عملية خطة الإحلال والتجديد إن وجدت. رقم 2، جميع القيادات اللي موجودة في الشركة من خارج الشركة، ومعظمهم اللواءات، يعني جايين علشان يطردوا من هذه الشركة. انتشار المحسوبية والمكافآت بتتصرف من خلال المحسوبية. المشاريع زي ما قلت لحضرتك بتتم بالإسناد المباشر، وما بتتمش وفق المواصفات الفنية اللي بتوضعها الشركة. معظم محطات التنقية اللي موجودة في الشركة محتاجة لعملية إحلال وتجديد وقطع غيار. ما بديش قطع غيار ليه؟ بل إحنا مسكنا مخالفات في قطع الغيار اللي بتيجي للمحطات ديت، مخالفة يعني مش مطابقة للمواصفات، وجاية بملايين الجنيهات ومرمية في المخازن عشان ما بتشتغلش. محافظة الإسكندرية عندها عربية واحدة مدمجة اللي هي بتعمل عملية الشفط والتنقية، وبتشتغل لحساب المشرفين، وأنا كنت بجيبها في المناطق بتاعتي وبدفع للعربية 200 جنيه و250 جنيه، ومعظم الناس بتعمل كده، شغالة لحسابهم الخاص للمشرف، بيسموها كده السيارة المدمجة. أنا عايز أقول لحضرتك إن شركة الصرف الصحي معظم ميزانيتها رايحة على المرتبات والمكافآت. 90% من المرتبات والمكافآت رايح بينفق في من ميزانيتها، بينفق في هذا البند.
حصيله اللي بيدفعوا الناس على فاتوره الميه للصرف الصحي شركه الميه بتحصله، ما بتوردوش لشركه الصرف الصحي. مين المسؤول عن كل هذا الفساد؟ نعم، يعني كل ما ذكره ضيفي الاستاذ صابر ابو الفتوح، وهو برلماني سابق في محافظه الاسكندريه. عبد الفتاح السيسي في برنامجه الانتخابي وفي احد اللقاءات التلفزيونيه مع مجموعه كبيره من الاذرع الاعلاميه كما وصفتها في مقالك، تحدث بثقه كبيره وقال في خلال عام شبكه للطرق وشبكه للصرف الصحي. فساله احمد موسى ازاي وامتى، فقال له انا بقول ازاي وامتى ده ممكن، ولكن مر اكثر من عام ولم يتم شيء وغرقت الاسكندريه. لماذا؟ يعني غرقت الاسكندريه لان كما اسلفت هناك تحديات كبيره. المساله ليست كما وصفها ضيفك الكريم، ليست ثنائيه اخوان وعسكر. مصر اكبر من هذه المعادله السخيفه، لكن نحتاج بشكل عام إلى أن نوجد دولة تتبع معيار الكفاءة لتولي الوظائف. نحتاج إلى مكافحة الفساد في كافة القطاعات. نحتاج إلى التوقف عن إدمان سوء الإدارة. لا يتم التعليق كثيرا على الوعود الانتخابية، فكم من وعود يعني سواء قالها السيسي أو قبل السيسي كانت لا تتحقق. لكن المهم أن نوجد دولة تبني على أساس سليم، أن تخطط بشكل صحيح، لأنه يعني ستظل الكوارث تحدث إلى أن نبني دولة عصرية حديثة. والدولة العصرية لن تبنى إلا بتكاتف الجميع، لن تبنى أبدا بأن احنا نقول عسكر وإخوان ويساري ويميني. أنت مصري لديك الكفاءة، تتبع يعني القانون، تستطيع أن تحتج على ما هو قائم بأسلوب عصري وحضاري وليس بالعنف والإرهاب. هذا ما نريد أن نبنيه في المستقبل. لا نريد أن نغرق في أخطاء وخطايا الماضي وأن نظل محلك سر إلى الأبد. نعم، ولكن أستاذ مجدي يعني ربما هذه المرة يرد عليك الأستاذ مجدي شندي بقلمه وما كتبه. يقول أن من يضحي بمصالحه الشخصية في سبيل مصلحة مصر هم الأكثر انتماء ووطنية وحبا لهذه البلاد، وكثير أولئك الذين يحبون بصدق إلى درجة التفاني ويستطيعون قيادة هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد، لكن السلطة لا ترى. والسؤال إذن متى ترى السلطة؟ يعني أنا مع ما قلته حرفيا. أنا أعتقد أن هناك كفاءات كبيرة جدا في كافة المجالات لا تنظر الدولة إليها ولا تراها لمجرد أنها ليست من أهل الثقة وليست مقربة منها. حين نصل إلى مجتمع يبحث عن الكفاءات في كل مجال حتى تتولى المسؤولية، تتولى المقاعد الوزارية، أو يتم دفعها لخوض انتخابات مجلس النواب، حينما نبحث عن أستاذ الجامعة الأكفأ لتولي العمادة أو العميد الأكفأ لتولي منصب رئيس الجامعة، حينها ستتعدل كل هذه الأوضاع ونخرج من مربع سوء الإدارة ومربع الفساد الذي نعيشه طوال عقود مضت. أشكرك شكرا جزيلا مجدي شندي الكاتب الصحفي كان معنا من القاهرة. أستاذ صابر سنكمل الحديث، ولكن دعنا نستعرض تقرير عن النائب الإسكندراني حسين إبراهيم والذي تم اعتقاله أيضا قبيل بدء هذه الحلقة. نشوف تقرير عن حسين إبراهيم اللي تم اعتقاله قبل الحلقة بتقريبا ساعة ونرجع نكمل.
نعم أستاذ صابر، هل تتوقع إلصاق تهمة إغراق الإسكندرية لحسين إبراهيم على غرار ما حدث مع حسن مالك؟ الأستاذ حسين إبراهيم هو كان رمانة الميزان في الإخوان في الإسكندرية. الأستاذ حسين إبراهيم كان رئيس المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالإسكندرية. الأستاذ حسين إبراهيم كان دائما يلجأ إليه الأمن لتخفيف حدة التوتر اللي بتنتشر بين الطلاب والأمن، بين العمال والأمن، بين الإخوان والأمن في الإسكندرية. الأستاذ حسين إبراهيم هو كان قائد الحوار في الإخوان كلهم مع مؤسسات الدولة كلها. الأستاذ حسين إبراهيم عقلية سياسية زي ما حضرتك قدمته في دلوقتي، عقلية سياسية راجحة وعقلية يعني وطنية عالية جدا. الأستاذ حسين إبراهيم كان في دايرة مينا البصل والبرديان، كان من وهو الدكتور حمدي حسن من النواب الأوائل في الإسكندرية اللي احتضنوا مناطقهم الشعبية والتفت مناطقهم حولهم، فكان يعني أنهى على الاحتقان الشعبي في هذه الدوائر الشعبية اللي كانت تتسم دائما بالعنف. الأستاذ حسين إبراهيم دلوقتي يتقبض عليه عشان وطني وعشان شريف، علشان يعني ينضم إلى قافلة الشرفاء اللي موجودين في المعتقلات، اللي الأستاذ شندي كان من شوية بيقول إحنا ندور على الكفاءات. أنا بقول إن الكفاءات في السجون، السيسي بيدور عليهم علشان يعتقلهم. أنا أتوقع إن يتم إلصاق يعني تهم كثيرة للأستاذ حسين إبراهيم زي ما تم إلصاق تهمة انهيار الاقتصاد المصري للأستاذ حسن مالك. هيتم إلصاق تهمة إغراق مدينة الإسكندرية للأستاذ حسين إبراهيم، وربما يتم له إغراق يعني تلفيق تهم تانية إن هو كان بيخطط لأن موجة الشتاء تروح لمحافظات تانية. خليني أسألك عن دوركم كنواب برلمانيين في الإسكندرية لمواجهة هذه المشكلة. يعني في الأوقات اللي زي دي كنتوا بتتحركوا إزاي؟ بتعملوا إيه؟ أنا بقول لحضرتك إن المعلومة اللي تم تداولها من امبارح إن كل رؤساء المحليات في اسكندرية لواءات شرطة وجيش. ما أنا بقول لحضرتك إحنا كنا على طول بنتحرك. يعني أنا هتكلم على يعني قبل ما نبقى حزب حرية وعدالة وقبل الثورة. أنا كنت في برلمان 2005 لما كانت بتحصل المشكلة ديت. أنا زي ما قلت لحضرتك أنا كنت بتصل برئيس الشركة مباشرة، بقول له أنا عايز العربية المدمجة في الحتة الفلانية، فيجيبها لي تشفط المية والدنيا تسلك مباشرة، وبراضي المشرف والسواق بتاع العربية. لكن حضرتك إحنا لما مسك العقلية العلمية الدكتور حسن البرنس كان قبل موجة الشتاء اللي احنا عارفينها ومتوقعينها وعارفين موجة الشتاء لما بتيجي الإسكندرية بيحصل فيها ايه لو ما تمتش عملية النظافة مبكرا. فكان الدكتور حسن البرنس جاب رؤساء الشركة، وانا حضرت اكثر من لقاء مع رؤساء شركة مع مجلس إدارة شركة الصرف الصحي. وكان النائب احمد جاد هو متولي هذا الملف كاملا مع النائب كارم عبد الحميد الله يرحمه، وكانوا بيتابعوا مع الشركة عملية التطهير للشوارع والشنايش والبلاعات. عشان كده كانت الايه محدش شعر بالأزمة ولا شعر بالكارثة. لكن دولة اللواءات حضرتك انا عايز بس علشان يعني اقول للمشاهد، احنا لما بنتكلم عن دولة العسكر بنتكلم على رئيس شركة لواء، بنتكلم على رئيس حي لواء، بتكلم على رئيس لواء. كل دولة العسكر دي بتستنى الأوامر ما بتبتكرش، وبالتالي ما عندهمش خطة للتعامل مع الطوارئ، ما عندهمش يعني تنعدم عندهم الرقابة والمتابعة. بينظر دولة العسكر بتنظر للشعب المصري على أنه أرقام تحت البيادة. أنا عايز بس يعني أقول نقطة عشان أحمل دولة العسكر هذه المسؤولية. لما محافظ اسكندرية يطلب 75 مليون جنيه علشان يجيب قطع غيار لطلمبات الرفع لشبكات الصرف الصحي بالإسكندرية، ورئيس الوزراء يرجع هذا الطلب ل 2016، يبقى مين اللي يتحمل المسؤولية؟ عشان كده أنا بقول لحضرتك إن دولة العسكر بتقول لا كرامة لشعب تحت راية العسكر، لا سلامة لشعب تحت راية العسكر، لا مستقبل لشعب تحت حكم العسكر. أشكرك شكرا جزيلا النائب عن دائرة باب شرق الإسكندرية الأستاذ صابر أبو الفتوح. شكرا جزيلا يا فندم. نافذة على مصر، حلقتنا مستمرة بعد الفاصل، فابقوا معنا.
حلقتنا مستمرة وفيها أين ذهب المواطنون ولما؟ حرصا على عدم الانقطاع، مشاهدينا أينما كنتم نرجو منكم ضبط أجهزة الاستقبال لديكم على التردد الأكثر استقرارا على القمر الصناعي نايل سات أتلانتيك بيرد اعتبارا من بداية شهر تشرين الثاني نوفمبر القادم وفقا للقيم التالية: 10,872 عمودي بدلا من 11,640 أفقي. في أمر أولي الأمر حق ضائع، قضايا لا تكشف، ومصائر في مهب الريح. حقوق الناس يأتيكم في هذه الأوقات. أهلا بكم. نافذ على مصر حلقتنا مستمرة وفيها حوار خاص مع محام وسياسي مصري من مواليد الإسكندرية، أصغر نائب في البرلمان المصري، جمع بين الترشح لرئاسة الجمهورية والاعتقال أيضا في عهد حسني مبارك. استبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية في عام 2012. كانت له مواقف سياسية مختلفة في عهد الرئيس محمد مرسي. عرض عبد الفتاح السيسي وانقلابه العسكري على طريقته الخاصة، مما أغضب البعض منه من بعض مواقفه من نفس المعسكر. وفي الآونة الأخيرة أصبح الشغل الشاغل له هو مبادرة للاصطفاف الوطني وفقا لرؤيته الخاصة أيضا، مما أغضب الكثيرون منه مرة أخرى، ولكن هذه المرة من المعسكرين معا. دعوني أرحب بضيفي في هذه الفقرة دكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة. دكتور أهلا بك. أنا دكتور أسامة. برحب بحضرتك وبشكرك على تلبية الدعوة. وأنا الحقيقة بشكرك على الدعوة وبعتذر إن هي جاءت متأخرة، كنت أتمنى أن أكون معك في بدايات هذا البرنامج اللي احنا أكيد مستبشرين بيه خير كعادتك يعني. أشكرك شكرا جزيلا، وخليني أبدأ معك يعني من ما يحدث الآن من حراك ثوري. هل تراه حراك ثوري واستكمال لثورة 25 يناير أم هو معارضة لنظام أصبح أمر واقع الآن؟ ما يحدث الآن هو حراك ثوري يناهض نظام جاء بطريق غير شرعي، وهو أيضا
مساحة من الغضب الشعبي التي تتحول في بعض الأوقات إلى معارضة لممارسات هذا النظام. أنا أنتمي عاطفيا ونفسيا إلى المعسكر الأول الذي يرى أن هذا النظام جاء بطريق غير شرعي ولا يمكن الحديث عن معارضة سياساته، بينما هو في الأساس ينبغي أن نعارض وجوده. أنا من الذين يقفون ويصطفون في هذا الإطار، لكن أنا من الذين أيضا يرون أن هناك حراكا شعبيا مصريا يتجه نحو المعارضة ونحو رفض سياسات فاشلة واكتشاف شخص كان أكذوبة كبيرة للشعب المصري، وتصور البعض أنه هو المخلص، ثم اكتشف مؤخرا أنه ليس مخلصا بل هو الأزمة التي كنا نسعى من الخلاص منها في زمن مبارك. طيب. وما بعد مبارك. إذن فهو حراك ثوري وفقا لرؤيتك يا دكتور. السؤال الآن، هذا الحراك الثوري يتطلب اصطفافا ثوريا أم اصطفاف سياسي أم اصطفاف مجتمعي أم ماذا؟ لا، هو الحقيقة يتطلب كل هذا في وقت واحد. ولا نستطيع أن نتجاهل أن هناك أزمة مجتمعية كبيرة في مصر، وأنا من المؤمنين أن التحدي الأكبر ليس هو إبعاد السيسي عن المشهد. التحدي الأكبر هو وماذا بعد إبعاد السيسي، بمعنى أن لدينا مجتمع أصبح منقسما، حالة استقطاب، حالة تسميم للأجواء بين فئات مختلفة في المجتمع المصري، سواء كانت دينية أو سياسية أو حتى فئات مهنية. أصبحت هناك وظائف يدور حولها الجدل، يجب أن نصفي هذا القطاع ويجب أن نعدم هذا القطاع. هذا كلام الحقيقة في منتهى الخطورة، وفي نفس الوقت بقاء هذه الأوضاع وهذه المؤسسات على وضعها الحالي مسألة في منتهى الخطورة أيضا، خاصة بعد تجربة المرحلة الانتقالية ما قبل الانقلاب وما قبل دكتور محمد مرسي. كانت بالفعل هناك مساحة من التراخي في التعامل مع فساد هذه المؤسسات اللي عادت مرة أخرى وأنتجت فساد أكبر وأسوأ. فأنا شايف أن في مصالحة مجتمعية يجب أن نرى أنها تحدي كبير ما بعد إسقاط الانقلاب. شايف أن هناك في البداية قبل الحديث عن المصالحة المجتمعية في مصالحة سياسية ينبغي أن تتم بين شركاء ثورة يناير كي نعود إلى لحظة الاصطفاف اللي ربما انتهت يوم رحيل مبارك يوم 11/2/2011. أنا بتصور أن هذا الاصطفاف الثوري بين قوى الثورة على مبادئ الثورة وعلى قيم وأهداف واستحقاقات الثورة هو الاستحقاق هذا الاصطفاف السياسي على مبادئ الثورة من أجل مسار سياسي بعد ذلك أم من أجل استكمال مسار ثوري؟ يعني شوف الحقيقة، وأنا أدعي أو أزعم أن لدي خبرة في هذا الإطار عمرها 35 سنة من العمل السياسي، أو من 50 سنة اللي أنا عشتهم. أنا اعتقلت وأنا عندي 15 سنة، فبدأت المسار مبكرا وتعاملت مع العمل الجبهوي منذ بدايات ظهور فكرة العمل الجبهوي في زمن مبارك إلى أن انتهت بالثورة أو بالبرلمان الشعبي الذي أعلن عن الثورة ومهد لها. تجربتي في هذا أننا أمام تحدي سياسي له طبيعة ثورية يتسع لأطراف مختلفة برؤى مختلفة. في مشترك يجب علينا أن نسعى إلى توسيعه قدر الإمكان، وفي أمور مختلف عليها وستظل أمور مختلف عليها إلى أبد الآبدين. علينا أن نضع أولوية للأمور التي نتفق عليها، ثم نضع في الترتيب الأقل أهمية هي الأمور المختلف عليها. هذه الكلمة قيلت من مختلف التيارات منذ 11 فبراير 2011. احنا لازم نتفق على اللي متفقين عليه ونبعد عن المختلف عليه، ولكن لا اتفقوا على المتفق عليه ولا بعدوا عن المختلف عليه. لا، هم الحقيقة عملوا عكس كده. هم قربوا من المختلف عليه وسابوا المتفق بشأنه، وكانت النتيجة إيه؟ هي الثورة المضادة التي نعيش في أوج حالتها في هذه الأيام. هي نتاج أن هناك خطأ استراتيجيا تم بين شركاء الثورة الذين تحولوا إلى فرقاء الثورة، إن هم ركزوا على المختلف عليه وسابوا المتفق عليه. فاحنا علينا أن نعيد هذا الترتيب مرة أخرى وفقا لمصلحة بلدنا. طيب، هناك بعض التصريحات إلى الدكتور أيمن نور يتحدث أن أنا رجل سياسي وأنا بشتغل سياسة، في ناس بتشتغل حاجة تانية ولكن أنا شغلتي السياسة. هنا نتحدث عن حل سياسي للأزمة.
يعني البعض يتحدث أن الحروب انتهت في النهاية بمفاوضات سياسية ثم مصالحات. هل ترى أن ما يحدث الآن سينتهي بحل سياسي؟ شوف، احنا في مرحلة لابد أن نقدر فيها ونثمن وندفع في اتجاه الحراك الثوري الذي يعطي فرصا حقيقية للوصول إلى حل. في النهاية ليس هناك حراك ولا حرب حتى تنتهي في ساحة المعركة، دائما بتنتهي بالحل. الحل هو مرحلة لاحقة لقدر من توازن في القوى وقدر من دعم الحراك الثوري الذي ينتهي إلى رؤية سياسية. مفيش حراك ثوري بينطلق في فراغ كده يهيم في الصحراء يعني أبدا. الحل الثوري لابد أن يكون مرتبط بأجندة سياسية وبرؤية سياسية ومشترك سياسي. خليني أقول لك على حاجة يا أسامة، إيه الفرق بيننا وبين تونس؟ ليه الثورة عندنا تعثرت وتعثرت وتعثرت، والثورة في تونس تعثرت ثم قامت ثم تعثرت ثم قامت ثم تعثرت؟ الفرق الحقيقة كبير جدا. الفرق ان هم اشتغلوا قبل الثورة. وخليني اقول لك بحكم يعني علاقتي الشخصية الوطيدة بالدكتور المنصف المرزوقي من خلال المجلس العربي للثورات ومن خلال يعني متابعة الامور في تونس ما قبل الثورات وما بعدها. شركاء الثورة في تونس كان عندهم وثيقة مهمة جدا كان اسمها وثيقة إكس 2004 اللي تمت في مدينة إكس في فرنسا. وده بعد حوار طويل حطوا كل الأمور المختلف عليها وكل الأمور المتفق عليها على طاولة واحدة وعملوا إعادة ترتيب للأولويات. هذه الوثيقة هي التي ساعدت في نجاح الثورة في تونس. هذه الوثيقة هي اللي انطلق منها الوثيقة الدستورية دستور تونس الذي توافق عليه الجميع. هناك الكثير ومعسكر كبير حتى ينتمي للحركة الإسلامية التي ينتمي إليها راشد الغنوشي وحركة النهضة يرون أن ما حدث هو ردة كبيرة للثورة التونسية وعودة لفلول نظام بن علي، وأن قائد السبسي كان مدعوما من الإمارات بأموال وغير ذلك. ما أنا خليني عايز أقول لك، أنا ما قلتش أن الثورة في تونس لم تتعثر، أنا قلت لك هي إيه، تعثرت وقامت وتعثرت وفي الآخر تعثرت. بس احنا تعثرنا فتعثرنا وما قمناش خالص، وهذه هي الكارثه. انت تعزي هذا الامر لغياب الحوار. غياب الحوار الذي ينتج وثيقه وطنيه نستطيع ان ننطلق جميعا منها. من هذا المنطلق انا بتصور ان علينا الان ان نفكر جديا في تحديد الامور المتفق عليها وتوسيعها وتهميش او ضغط الامور المختلف عليها الى اقصى درجه ممكنه. طيب، قبل ان نخوض في تفاصيل هذه الوثيقه، ربما يتساءل البعض لمن الاثوريتي في هذه الوثيقه؟ لمن الصلاحيه الكبرى في تصدر المشهد؟ هل لمن له الظهير الشعبي الاكبر؟ هل لمن له راس الحربه؟ ام لمن له التضحيات الاكثر؟ ام لمن يستطيع بناء علاقات دوليه مثلا يستمع له الغرب؟ يعني من يتصدر ويقول هذه هي الوثيقه او هذا هو المعيار الذي سيسير عليه هذا المعسكر؟ لا أحد. كيف؟ هقول لك كيف. اولا بس خليني يعني اشير لكلام انت قلته مهم جدا. لا احد ينكر ابدا ويبقى جاحد ويعني بعيد عن الواقعيه ان الحركه الاسلاميه وتحديدا وفي القلب منها جماعه الاخوان المسلمين هي التي تحملت خلال العامين الماضيين القدر الاكبر من التضحيات، القدر الاكبر من الصمود، القدر الاكبر من القدره على الاستمرار في الشارع. وهذا عمل الحقيقه اكثر من بطولي، وانا شخصيا ارى ان يعني لا يمكن انكار هذا. لكن كمان لا يمكن ابدا بالنسبه لنا ان ننكر ان هناك شركاء اخرين ربما يعني اقل عددا، اقل وزنا، اقل تاثيرا او اكثر تاثيرا، لكن في النهايه هم شركاء لا غنى عنه. اللي عنده تصور انه يستطيع منفردا سواء من القوى المدنيه او من القوى الاسلاميه، اللي شايف ان هو يقدر يحل الموضوع حتى النهايه منفردا يعمل كده. اللي شايف زيي ان احنا لازم يكون في قدر من الاصطفاف والمشاركه والتشاركيه اللي تؤدي الى ان احنا بالفعل نعود بالديمقراطيه لمصر، نعود باستحقاقات يناير لمصر، نعود بالحقوق الضائعه، نعود بما يمكن ان يرفع هذا الظلم الذي يقع على الناس كل يوم في مصر، سواء كان الناس العاديين اللي مش مشتغلين بالسياسه او الناس اللي في السجون والمعتقلات. هناك جمهور كبير دكتور ايمن يتحدث عن مفهوم ذكر في كتاب حرب اللاعنف، عن القوى السياسيه ومعيار القوى السياسيه، وعن مفهوم المجاعه السياسيه التي عانى منها الدكتور محمد مرسي في فتره حكمه. مفيش حد معاه،
لا في مؤسسات دولة معاه، وحتى شركائه من الرموز تخلوا عنه وفقا لتحليل البعض. هنا السؤال: لماذا نصطف مرة أخرى مع رموز من وجهة نظر البعض ليس لها ثقل؟ يعني مثلا خلينا نتكلم بصراحة، ربما يتساءل البعض: هو الدكتور أيمن نور معاه كم واحد في حزب غد الثورة؟ هو الدكتور سيف عبد الفتاح معاه كم واحد مثلا من طلابه من العلوم السياسية حتى يتحدث الدكتور أيمن عن شروط أو يتحدث الدكتور سيف عن شروط؟ لا يا جماعة، بلاش الاصطفاف ده وخلينا زي ما احنا. شوف، هذا كلام الحقيقة يعني يصلح في محلات بيع الخضار والفاكهة. يعني معاك كم حزمة والحزمة كم رابطة، كلام على غرار، كلام توفيق عكاشة يعني. لا، المسألة مش بهذا الشكل، وهذا يعني نظرة سطحية، أو هذه نظرة سطحية. ولكن أنت تدرك شديدة أن هذا رأي موجود وبقوة. يعني هو الحقيقة رأي كارثي أدى إلى ما وصلنا إليه. خليني أقول لك بصراحة، وأرجوك أن يتسع وقتك لمدة دقيقة واحدة. اتفضل. أنا بنتمي إلى التيار المدني، وده تاريخي ودي حياتي ولا أنكر هذا يعني. ولكن عمري ما كنت في تصادم أو في حالة خصام أو تقاطع بيني وبين الحركة الإسلامية المصرية. من أيام ما كنت صحفي صغير في الوفد، وكنت أنا اللي بدافع عن المعتقلين، وكان معظمهم الإسلاميين. ربما في هذا الوقت من الجماعة الإسلامية أكثر من الإخوان، لكن في النهاية في مساحة من الثقة اللي تخليني لا أفتري على دول ولا أفتري على دول. مين قال إن المسؤول عن اللي حصل فقط هو القوى المدنية؟ هم في الآخر المسؤولين، لكن في الأول لغاية الإعلان الدستوري أنا بقول لك القوى الإسلامية تعاملت بقدر كبير من التعالي والنظرة اللي أنت بتقولها دي. أنتوا كام وإحنا كام؟ أنتوا كلكم ما تجيبوش 30%، إحنا جبنا 70% في البرلمان. جه الانتخابات الرئاسية كرست هذا المعنى. فضلنا تقريبا 6 شهور من حكم الدكتور مرسي نعاني من هذا المفهوم، وكانت القوى المدنية في الوقت ده كان عندها رغبة في محاولة يعني الاندماج في النظام ومساندة النظام. لغاية الإعلان الدستوري بدأت القوى الإسلامية، وأنا كان لي دور في هذا، إن هي تقول طب يلا تعالوا بقى نقعد ونتحاور. وأنا سعيت مع القوى الليبرالية والمدنية والقوى الأخرى. للأسف ما كانش عندهم أي رغبة في هذا التوقيت. اللي كان عندهم رغبة في الشهور الأولى تحولوا إلى قدر من، في مواجهة صلف هم شعروا بيه، قدر من الصلف المضاد وقدر من العناد. وخلينا نتكلم بصراحة أكتر، لقوا تورط في مخططات إقليمية ومع الدولة العميقة، تورطوا في القصة. مين اللي تورط؟ القوى المدنية. جزء كبير طبعا، مش كل القوى المدنية، وأنا بقول لك أنا واحد من الناس لم أتورط وليس لدي أي رغبة. ولكن في جزئية مهمة تخص دكتور أيمن في هذه المرحلة. متى عرض يعني عليك رئاسة الوزراء؟ طب في ال6 شهور الأولى أم الثانية؟ لا، ده كان يعني الحقيقة عرض جه في سياق كلام عن تقييم الواقع يوم 13/4/2013. وده كان في حوار بيني وبين الدكتور محمد مرسي. وأنا الحقيقة يعني تصورت أن التوقيت ربما لا يكون مناسب، وطلبت مهلة أن احنا نعود للاتصال ببعض القوى المدنية. ما كانش حد عنده استعداد يشارك. أنا بقول لك الحقيقة، إذا كان الآخرين أصيبوا بحالة من حالات الغرور في البداية، الطرف الآخر ما بعد الإعلان الدستوري أصيب بحالة من حالات اللدد الشديد في الخصومة، اللي هو لا احنا عايزينهم يمشوا، لا احنا رافضين أي تعاون، رافضين أي حوار. والحقيقة ده كان بوخز من قوة خارجية، ده صحيح، وأنا يعني أقر وعندي شهادات كثيرة وأمارات كثيرة على هذا. كان بتدخل من الدولة العميقة وأجهزة المخابرات وأجهزة الأمن اللي بدأت تحتضن هذا التيار وتدفع بيه في هذا الاتجاه. نعم. وصلونا اللي وصلنا إليه النهاردة. عشان النهاردة يا دكتور أسامة نبتدي نفكر في إعادة اللحمة الوطنية في مصر، لازم نتفهم إن احنا كلنا أخطأنا في حق الثورة، ولا أحد يستطيع أن يدعي أنه لم يخطئ. إذا وصلنا لهذه النقطة علينا أن نقيم هذه الأخطاء، ثم نبدأ البناء في المستقبل على أسس واضحة وأسس مكتوبة تسمح للناس أن تطمئن. طيب هناك تساؤل كبير دكتور أيمن في كل مبادرات أو الأطروحات التي طرحت على لسان الدكتور أيمن نور. لماذا غابت كلمة العدالة الانتقالية؟ لماذا غابت فكرة القصاص ومن قتل يجب أن يحاسب وهكذا؟ مش صحيح. في كل الوثائق التي وقعت أو شاركت أو كنت شريكا فيها، هم بالمناسبة هم وثيقة واحدة، اللي هي وثيقة بروكسل.
جملة العدالة الانتقالية واضحة وضوح الشمس. نعم. حتى في المشروع الذي كان هناك تفكير منذ شهور فيه وتوقف الحديث عنه وتوقف الكلام عنه، والآن ما اعرفش مين اللي مطلعه فجأة كده وبيهاجمه وبيتحدث عنه وكأنه مشروع مطروح، مشروع اللي هو وثيقة العشرة. هذا وارد نصا في أحد بنود الوثيقة العشرة، وما اعرفش لو عندكم أو مش عندكم، لكن أظن أنه بند خاص بالعداله الانتقاليه موجود ومنصوص عليه، اقدر يعني اوصل له في هذه الورقه. طيب يعني يا ريت نستعرضه. طيب. لان هو احد إلى الاتهامات يعني اللي بتوجه دائما فين حق الشهداء وحق المعتقلين، انتوا بتتحدثوا عن مبادرات وناسين دم الناس. وده يقتضي ان انا اراجع الوثيقه، يبقى لها شهور ما شفتهاش الحقيقه، لكن هبص عليها بسرعه. في البند التاسع النقطة الثانية، تحقيق عدالة انتقالية ناجزة تعيد لذوي الشهداء والمصابين والمظلومين والمعذبين حقوقهم، انهاء كل اجراءات الاعدام والاعتقال والتعذيب والمطاردة ومصادرة الاموال التي يتعرض لها ابناء هذا الشعب، ومحاسبة الذين تورطوا في هذه الجرائم، اعادة ترميم العلاقات بين اطياف الى اخره والى اخره. خليني بس اقول لك على حاجة الحقيقة، يعني انا هذه الوثيقة وغيرها هي مجموعة من القيم المستمدة من قيم ثورة 25 يناير. وأنا شخصيا قلت قبل كده عندما عرض علي المشاركة في المجلس الثوري واعتذرت، وكذلك اعتذر آخرين حتى من داخل جماعة الإخوان زي الوزير يحيى حامد والدكتور محمد محسوب من حزب الوسط وآخرين كثيرين لم يدخلوا هذا المجلس الثوري. لماذا؟ كان عندنا تحفظات. ما هي هذه التحفظات؟ يعني ده كان حاجه بقى لها سنه تقريبا دلوقتي. لا يعني ما هو خلينا نتكلم بصراحه، الان المعسكر المعارض لهذا الانقلاب العسكري فيه قوه كبيره وهي الاخوان المسلمين، وهي منقسمه على نفسها الى فريقين، وربما هذا الانقسام يعني هادئ اعلاميا منذ اكثر من شهر ونصف او شهرين، وهناك قطاع اخر وهم الرموز السياسيين، وهم ايضا منقسمون الى فريقين، فريق يترأسه الدكتور ايمن نور والدكتور سيف عبد الفتاح، واخرين منهم دكتور محمد محسوب ومهندس حاتم عزام وعبد الرحمن يوسف، وقطاع اخر فيه المجلس الثوري، اي فريق بس يعني فيه المجلس الثوري المصري وعلى رأسه المستشار وليد شرابي والدكتوره مها عزام والاستاذ احمد الشرقاوي واخرين. التصريحات الدبلوماسيه على مدار الاسابيع الماضيه كثيره جدا، ولكن القارئ للمشهد يرى ان هناك انقسام حقيقي في الرؤى، وكل فريق لا يتحدث بصراحه. انت الان تقول انا لم اشارك في المجلس الثوري المصري من اجل تحفظات، ما هي هذه التحفظات؟ لا، ما انا بقول لك الاول، انا لم اشارك، وانا الوثيقه الوحيده التي شاركت فيها حتى الان وصدرت هي اعلان بروكسل، وكان فيها هذه الروح، روح ثوره يناير. المشروع اللي كان مطروح من شهور وتوقف الحديث فيه، وتوقف لاعتبار واحد، ليس لان هناك عوار او شيء مخل زي ما البعض بيتصور، بعض من الذين لم يقرأوا تقريبا الورق معنا والوثيقه معنا. والله لقيتها مع الاعداد عندك. لو نستعرضها تمام، لو نستعرضها مع حضرتك كده اهم البنود اللي اثارت هذا اللغط الشديد. انا عايز اقول لك انا مش عارف ايه اللي اثار اللغط، لكن بشكل عام انا بقول هذه قيم من قيم يناير، تستطيعوا ان تستعرضوها، اهلا وسهلا. خلينا نستعرضها معاك. نعم. هناخد وقتك 3 دقائق. اتفضل. احنا بنقول ايمانا بان كل اطياف الشعب وفئاته وقواه السياسيه والمدنيه هي جزء من اهلنا، تنتمي لارض مصر المباركه وتجتهد لتحقيق مصالح الوطن والحفاظ على وحدته وترابه وتماسك شعبه ودعم دوره الحضاري. ده اولا. ثانيا، استكمالا لثوره الشعب في 25 يناير لتحقيق اهدافها كامله غير منقوصه بكل الطرق المشروعه التي خطتها ثورات التحرر، ورفضا للمسار الكارثي الذي تسير فيه البلاد. ثالثا، ستعمل الشخصيات والكيانات الموقعة على الوثيقة باعتبارها فريقا واحدا مهما تعددت كياناتها أو فعالياتها لتحقيق مطالب الشعب التي رفعها في 25 يناير: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. رابعا، تدعو الجميع لتبني مفاهيم الاصطفاف والتنسيق والبعد عن التنابز والاستقطاب في مواجهة القمع والبطش الذي طال كل فئات الشعب، ولهزيمة الفساد الذي يهدد كل مقدرات الدولة ومستقبل الأجيال. خامسا، ندعو الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة. سادسا، نبذل كل جهد لتحقيق مصالحة عامة بين كل أطياف الشعب المصري وفئاته ومؤسساته دون استثناء
مع التزامنا بأنه لا تصالح مع نظام القمع والفساد، كلام واضح. سابعا أن يترتب على سقوط الثورة المضادة إسقاطا للدولة، لن يترتب على سقوط عشان احنا بنفقدهم السلاح اللي هم بيتكلموا عليه ان انتوا هتهدموا الدولة. نعم. ولن يترتب على سقوط الثورة المضادة إسقاطا للدولة أو أي مؤسساتها، وإنما إنقاذها من براسم عصابة تختطفها وإعادة لكل مؤسسات الدولة إلى وظيفتها التي نشأت من أجلها، وإصلاح لما لحقها من ضرر وخلل. ثامنا لا يدعي أحد أنه وكيلا عن الشعب، ده أمر طبيعي، أو وصيا على إرادته، أو أن شرعية أيا كانت تتجاوز شرعية الثورة. بص بقى، ودي مهمة جدا، كما لا يملك أحد الحق في إهدار ما نتج عن الإرادة الشعبية في انتخابات نزيهة، مع التسليم بحقيقة أن الشعب هو صاحب إرادة متجددة ومصدر لكل سلطة. أنا سأعلق في النهاية، هذه هي النقطة الأبرز التي سنتوقف عندها بالتأكيد. دي اللي الناس ما شافتهاش، يعني هذه هي مسار الأزمة. أوكي، اتفضل. احنا بنقول مرة تانية معلش، لا يملك أحد الحق في إهدار ما نتج عن الإرادة الشعبية من انتخابات نزيهة، سواء كان بقى برلمان، رئيس، انتخابات نزيهة لازم لا نهدره. تاسعا لن يترتب على سقوط سلطة القمع والفساد عودة لأجواء الاستقطاب بين القوى السياسية، وإنما يجب التوافق لتنظيم إدارة الدولة بما يحقق المطالب التي رفعها الشعب بثورة 25 يناير، ووفقا الإطار العام التالي: فترة تسود فيها التشاركية السياسية، ثم تحقيق عدالة انتقالية. أنا هحاول أختصر. نعم. تكون لا انتقام فيها ولا تشفي. لا انتقام ولا تشفي طبعا. يعني دي برضه هنسجلها. طيب خلينا لا يبقى نقراها كويس بقى. طيب. هي في تحقيق عدالة انتقالية ناجزة لا انتقام فيها ولا تشفي، تعيد لذوي الشهداء والمصابين والمظلومين والمعذبين حقوقهم. نعم. إنهاء كل إجراءات الإعدام والاعتقال، كل إجراءات الإعدام وإعادة ترميم العلاقة بين أطياف وفئات المجتمع، والمطاردة ومصادرة الأموال. نعم. إعادة ترميم العلاقات، تمكين شباب مصر من تقدم صفوف القيادة والإدارة والعمل، إعادة وضع مؤسسات الدولة في مكانها الطبيعي للقيام بوظائفها التي تأسست من أجلها، يعني الجيش يشتغل جيش واللي مش جيش ما يشتغلش جيش، إصلاح الاقتصاد لإخراجه من حالة التردي التي أوقعته سلطة القمع والفساد، بترشيد الإدارة ومجابهة الفساد المالي والإداري، تكريس أسس العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون في الوظائف العامة، إعادة النظر في كافة الإجراءات والتشريعات التي صدرت عن منظومة القهر والفساد، وضع ضوابط حاسمة لحماية الحقوق والحريات من تغول أي سلطة، فالجهل بها أو تجاوزها يؤدي إلى الظلم وكذا وكذا، تحقيق حيدة الدولة وأجهزتها وتحصينها أمام محاولة أي جهة أو سلطة الاستئثار بها أو استخدامها لمصالح دونية أو تغيير وظيفتها. فترة تالية للديمقراطية التشاركية، يعني هيبقى في فترة ديمقراطية تشاركية ثم فترة تالية لها يبدأ فيها الشعب مسيرته تجاه تكريس الوسائل الديمقراطية، مع تجنب الاستقطاب وتجنب الاستئثار من أي فصيل سياسي أو تيار فكري بمؤسسات الدولة أو سلطتها. أخيرا، بعد انقضاء الفترتين المشار إليهما في البند 1 و2، تبدأ الديمقراطية التنافسية وفقا لما تعرفت عليه الدول الحرة، بعد أن يكون الجميع تشرب قيمها وأدرك ضرورتها وتلاشت مخاطر الانقلاب عليها. عاشرا وأخيرا، يدعو الموقعون على هذه الوثيقة جميع أطياف الشعب المصري وفئاته وقواه المدنية والسياسية الحية للانضمام أو الالتفاف حول مطالب الشعب لإنقاذ الدولة وإنهاء القمع والفساد والاستبداد. السؤال المباشر: هل هذه وثيقة العشرة؟ ده كان مشروع، ما كانش وثيقة. نعم أم لا؟ يعني هل هذه ما عرفت باسم وثيقة ما فيش وثيقة اسمها وثيقة العشرة؟ ما تم تداوله إعلاميا يا دكتور باسم وثيقة العشرة. للأسف الشديد أنا عايز أقول لك إن دي أول مرة يتم تداول هذه النصوص. هي أول مرة تعلن. نعم، دي أول مرة تعلن. يعني الجميع تحدث عن له خفي يسمى وثيقة العشرة. برافو عليك. ولكن يعني النقطة التي سأتوقف عندها وأسألك فيها سؤالا مباشرا، لأن بالتأكيد كل من استمع سيريد أن يسأل هذا السؤال. ثامنا، لا يدعي أحد أنه وكيل عن الشعب أو وصي على إرادته أو أن شرعية أيا كانت. معترض على دي؟ نبتدي جملة كده. أنا معترض أو لا؟ يعني أنا هحاول أنقل لك. هحاول أنقل لك. لا يدعي أحد أنه وكيل عن الشعب أو وصي على إرادته. صحيح. طيب،
أو أن شرعية أيا كانت تتجاوز شرعية الثورة أو تحد من طموح الشعب، وأستأذنك يعني تسجلها عشان نوضحها. حاضر. كما لا يملك أحد الحق في إهدار ما نتج عن الإرادة الشعبية في انتخابات نزيهة. يعني وضحت مجلس شعب وشورى ورئاسة. مظبوط. مش كده؟ مظبوط. مع التسليم بحقيقة أن الشعب هو صاحب إرادة متجددة ومصدر كل سلطة. يعني إيه الجملة دي؟ لا نشرحها كلها ولا الجمله الاخيره؟ الجمله الاخيره ما هو أنا خليني أبدأ من الاختلاف. ما الذي كان يضيركم في هذه الوثيقة أن تذكر بالاسم شرعية الرئيس محمد مرسي في هذا البند ثامنا؟ أنا شخصيا لا يضرني شيء، لأني أنا شخصيا مؤمن تماما بشرعية الدكتور محمد مرسي، وأنا شخصيا تربطني به صلة شخصية ومحبة شخصية تسمح أن أنا أكون من أكثر المتحمسين لهذه العودة. لكن لو أنا عامل الوثيقة دي عشان أوقع عليها بأيمن نور، أنا هحط اسم الدكتور محمد مرسي وبحماس. لو أنا عامل الوثيقة دي عشان إحنا العشرة اللي إحنا بنتكلم عليهم اللي كلهم مع شرعية الدكتور محمد مرسي بلا استثناء، ومن بينهم قيادات في الإخوان، أكيد كان ممكن الصياغة تكون مش بهذه الحرفية الشديدة. طيب امال هي مكتوبة لمين؟ هذه الوثيقة موجهة للشعب المصري، هذه الوثيقة موجهة لفئات كثيرة، اللي هو المعسكر المعارض. لا مش المعارض، أكيد مش المعسكر اللي هو نزل 30/6 أو وافق على 3/7. خليني أقول لك بصراحة، مصر في حالة استقطاب شديد، في فريق معه وفي فريق ضد، وفي فريق بقى في المنتصف، وهذا هو الفريق الذي يعنيني أنا شخصيا. هذا الفريق ربما لا يكون مع طرح كما أتمنى أن أطرحه. احنا عايزين الناس دي، ولا احنا عايزين نعمل اصطفاف داخلي انا وانت يعني مع بعض كده على ترابيزه، نطلع البيان ده ونفرح بيه جدا وينتهي تاني يوم ولا ليه ذكر، يطلع في التوك شو يوم يومين وخلاص وخلص. اذا تجاوز الاسم مقصود؟ لا مش مقصود. احنا قول لي في اسم واحد موجود هنا في هذه الوثيقه؟ هو يعني هل حتى اسم السيسي موجود؟ عن شرعيه رمز. يعني هل اسم مبارك هو موجود؟ من مكتسبات الثوره. الدكتور محمد مرسي هو جزء من نتائج وجزء من مكتسبات واستحقاقات الثوره. فما بنقول ان شرعيه الثوره هي الاساس، وكل ما تفرع منها هو من شرعيه الثوره، وجزء منه الرجل الذي انتخب باراده بغير تزوير. الترجمه الحرفيه لهذه الجمله لا يملك احد الحق في اهدار ما نتج عن الاراده الشعبيه في انتخابات نزيهه، دي ترجمتها برلمان الدكتور محمد مرسي، الشورى ودكتور محمد مرسي. مظبوط. ودستور 2012 موجود فيها ولا؟ المفروض يكون موجود فيها، وان كان انا شخصيا عندي ملاحظات في الموضوع. وانا يعني كنت هسال، يعني انت انسحبت من اللجنه التاسيسيه لا اعتراضا على انا ما انسحبتش مع مجموعه الليبراليين عندما انسحب. انا انسحبت نتيجه ان انا اصريت في لجنه الامن والدفاع الوطني اللي كان فيها انا والدكتور عصام العريان والدكتور اسامه ياسين، ربنا يفرج كربهم جميعا. امين. وكان معانا عمرو موسى في هذه اللجنه. انا كان عندي موقف واضح جدا من النصوص الخاصه بصلاحيات الجيش، وتحديدا كان عندي عفريت كده اسمه فكره ان ترد ميزانيه الجيش رقما واحدا. انا عشت كبرلماني 10 دورات برلمانيه بناضل في البرلمان عشان حكايه رقما واحدا دي، فانا شارك في دستور اقول فيه اللي انا كنت بناضل ضده بقالي 10 دورات برلمانيه. فطبعا انا كان عندي تحفظ على هذا النص وتحفظ على النص الاخر بتاع اقصاء مش عارف الحزب الوطني، وكان عندي وجهه نظر سياسيه ان هذا خطا في ان يرد في الدستور. وبالتالي انا كان عندي موقف من بعض نصوص هذا الدستور. خلينا نقول حاجه، احنا بنقول نعود لاراده الشعب. احنا يا استاذ اسامه عايزين نستعيد الديمقراطيه، فنسمح للشعب ان يفعل ارادته. ما اعلنته الان الشعب بقى يقرر في هذا البرنامج. اهلا وسهلا. هل تتوقع رده فعل؟ يعني ستمر مرور الكرام هذه الماده ثامنا بعدم ذكر اسم اولا دي ما فيش وثيقه، يعني خلينا بس نبقى واضحين احسن الناس تفهم ان انا بعرض وثيقه. الوثيقه دي انا جبتها من الاعداد من عندكم، لقيته بيقلبوا فيها بره، فقلت له هات لي صوره انا نسيتها. طيب. لان سامع عنها كلام كتير، بس خليك معايا ثانيه واحده معلش. بص بقى، انا ما بخافش بصريح العباره كده. لما دخلت ضد مبارك كان بعض القوى، حتى بعض القوى اللي بتقول ان هي ثوريه دلوقتي، كانوا بيتهموني بالجنون، انت بتغرد خارج السرب. طيب. وبعضهم قال لك دي مؤامره، ما خفتش وكملت، وفي 25 يناير قالوا كان معاك حق، وانا ما حدش يمارس عليا ارهاب فكري. انا من حقي افكر والاخرين من حقهم يفكروا، يعني هذه ربما تكون افضل مقدمه لتقديم ضيفي على الهاتف الان. احنا معنا بينضم الينا المستشار وليد شرابي نائب رئيس المجلس الثوري المصري. سعاده المستشار اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك يا دكتور اسامه والدكتور ايمن موجود. اهلا بك. نعم.
الآن يعني استمعت بالتأكيد إلى مجموعة من هذه المواد والمبادئ، وإن كان لديك تعليق على ما تم ذكره. يعني ابتداء بس انا بحيي ضيف حضرتك الكريم الدكتور ايمن نور، والذي تربطني به علاقات طيبه جدا، وانا اعتز جدا بصداقه الدكتور ايمن نور على المستوى الشخصي. ده شرف وبشكره في الحقيقه. يعني هو في بعض العبارات التي تناولها الان انه قال انه خارج هذه الوثيقه، فهو مؤيد تماما لشرعيه الرئيس الدكتور محمد مرسي، وهذا دور وطني مش غريب على الدكتور ايمن نور ولا عن تاريخه اللي هو تحدث عنه. وحتى انا بقول ان هو في نقاط وطنيه كثيره في تاريخه هو اغفلها حتى وهو بيتحدث عن نفسه. لكن انا بوجه كلامي بقى دلوقتي للدكتور ايمن نور، هل نحن الان يا دكتور ايمن نور بصدد اعلان عن هذه الوثيقه؟ اذا كنا بصدد اعلان عن وثيقه فاسمح لي ان انا اقول ما هي نقاط العوار من وجهه نظري في هذه الوثيقه. واذا لم نكن بصدد اعلان عن وثيقه فمن فضل حضرتك، يعني انا بقول لحضرتك هذا الامر سيثير لغط كبير جدا، انا عايز حضرتك تاخد موقف واضح، هل هذا اعلان عن وثيقه اسمها وثيقه العشره ولا لا؟ ده اللي انا نفسي افهمه قبل ما اطرح رايي. لا سعاده المستشار، اولا انا يعني بحييك وابادلك هذه المحبه المعروف اللي هي الحمد لله متبادله بينا. لو كنت حضرت حضرتك يعني الحديث او المداخله من بدايتها، انا لا بعلن عن وثيقه ولا حاجه، انا قلت له هذه افكار طرحت منذ شهور وانتهت، وانا داخل لقيت الاعداد عنده بيقول لي هي دي الوثيقه اللي بيتكلموا عنها. فالحقيقه قلت لهم لو هتقروا بند منها يبقوا قروها كلها عشان تبقى صورتها على بعضها معروضه، رغم ان هي لا هي وثيقه مطروحه. وانا قلت امبارح في مداخله سابقه وباكد مره ثانيه، يا سعاده المستشار ويا دكتور اسامه ويا مصر كلها، العمل الجبهوي يقوم على التوافق وليس الأغلبية. بمعنى إيه؟ إن لو هذه الوثيقة وإحنا 10 أشخاص أو 10 جهات أو 10 أطراف طرحت فجت طرف تحفظ عليها فهي انتهت، هي مش موجودة. ليه؟ لأن العمل الجبهوي دي قواعده، فإحنا لم طلعين وثيقة. طيب. والقصة دي خلصت من شهور، أنا مندهش. طيب. إيه اللي طرح هذه القصة؟ الرأي العام دلوقتي. دعني أتجاوز معك ومع ضيفي المستشار وليد نقطة هل هي إعلان عن وثيقة أم لا، وأسألك تحديدا عن هذا البند الثامن وهو ربما يكون مثار المشكلة. هل هذا ما يقتنع به الدكتور أيمن نور؟ لا، أنا بقول لك هذه وثيقة أعدت واستهدفت قطاعات مختلفة من شركاء الثورة. طيب. أنا رأيي الشخصي وأنا بقوله وأظن أنا موجود هنا عشان كده، إن أنا مع شرعية الدكتور محمد مرسي، وأرى أن هذا الرجل بهذه الصيغة أن تصاغ بهذه الطريقة أم يعني أن يذكر يعني فيها اسمه؟ سؤال بس، سؤال. أما نقول التمسك بكل الانتخابات النزيهة وكل ما نتج عنها، يبقى ده معناه إيه؟ يعني أنت لازم تضع الجملة يعني اللي ممكن تمنع آخرين. أنا مش منهم. أنت موافق على هذه الصيغة؟ يا سيدي أنا ما فيش صيغة أصلا، ما فيش موسيقى. لا يعني هذه الكلمة التي يعني أمامنا الآن. عندما طرحت بهذه الصيغة تناقشنا كثيرا فيها، تحفظت أطراف زي المجلس الثوري واحترمنا تحفظهم وتوقف الحديث عن هذا بس وانتهت. وأنا لم أسمع عنها من شهور إلا الأسبوع اللي فات ده فجأة. طيب. بقى في كم من الثرثرة حول هذا الموضوع اللي هو انتهى أصلا. أنا بقول لك والله أنا بقراها النهاردة يعني وأنا معاك، أنا بكتشف حاجات لأن طيب. المسألة نعم. سيادة المستشار، إن كانت الصيغة بهذه الطريقة وفقا لهذه الورقة ليست وثيقة أو ما شابه، إن كانت بهذه الطريقة الإهدار لا يملك أحد حق إهدار ما نتج عن الإرادة الشعبية في انتخابات نزيهة، مع التسليم بحقيقة أن الشعب هو صاحب إرادة متجددة ومصدر كل سلطة. إن كانت هذه الصيغة ستأتي بآخرين يعني لم يكونوا على نفس القدر من الترحيب بالاصطفاف في المعسكر المعارض للانقلاب، هل تقبلون بهذه الصيغة الآن؟ طيب سؤال حضرتك يا دكتور اسامه دلوقتي هيخليني اقول لحضرتك جاوبني الاول وبعدين اكثر ما هو في الوثيقه، وانا بقول لحضرتك اكثر ما هو في الوثيقه يمكن كمان يتجاوز خطوره عدم ذكر اسم الدكتور محمد مرسي في هذه الوثيقه. اكثر ما في هذه الوثيقه يا دكتور اسامه يا دكتور ايمن نور، انا بقول لحضرتك ان هذه الوثيقه بتنقل الان الثوره من مربع ان الثوره هي صاحبه الشرعيه الى مربع ان الثوره معارضه للنظام الشرعي موجود، انا وهو نظام عبد الفتاح السيسي. طيب هذه الوثيقة في كل بنودها لم تذكر كلمة انقلاب عسكري في أي جملة من جملها، وهذا إقرار في هذه الوثيقة التي نحن لسنا حتى الآن بصدد إعلانها،
لكن اقرار بشرعيه النظام الذي يحكم الان. هذا النظام قام على انقلاب عسكري يعلمه تفاصيله حضرتك سياده المستشار. نعم، في البند السابع. نعم. دعني اتوقف معك عند انقلاب عسكري. انا نعم. لا ادري تيار زي الاشتراكيين الثوريين يتحدث في اخر بيان لي عن انقلاب عسكري حدث في مصر ادى الى وصول السلطه العسكريه الى سده الحكم، وتخرج وثيقه من ناس نعتقد انهم يعني ممكن يكونوا في مربع الثوره اكثر من الاخرين، لا تذكر ان هذا كان انقلابا عسكريا. هل هذا الامر؟ دعني اتوقف معك عند سابعا سياده المستشار. سابعا قيل نصا لن يترتب على سقوط الثوره المضاده اسقاط للدوله او اي من مؤسساتها، وانما انقاذها من براثن عصابه تختطفها واعاده كل مؤسسه الى وظيفتها التي نشات لاجلها واصلاح لما لحقها من ضرر وخلل. يعني أليست هذه ترجمة لمفهوم الانقلاب العسكري؟ اختطاف ودولة الفساد ودولة السداد. خليني أقول لك حاجة يا سعادة المستشار، خلينا يعني الوثيقة أولا مرة ثانية وثالثة ورابعة مش مطروحة، لكن احنا بنتناقش نقاش فكري حول ورقة يعني قدمها لي إعداد الدكتور أسامة. هي المشكلة إن هي كلمة انقلاب مش موجودة، طب ما تيجي نضيفها. أنا ما عنديش أي مشكلة. وأنا بقول لك الذي حدث يوم 3/7 هو انقلاب، وأقسم بالله العظيم أن الذي حدث يوم 3/7 هو انقلاب، وأنا مؤمن بده إيمان يقيني. فأنا إذا كان المشكلة دي أنا عايز أتكلم آخر جملة. وإذا كانت المشكلة أنا هقول لحضرتك سقط الآن. هرجع لك سيادة المستشار. الدكتور أيمن نور يضيف إلى هذه الوثيقة أن 3/7 انقلاب عسكري وأن الشرعية للدكتور محمد مرسي، وأنا سأوقع على هذه الوثيقة على الهواء مع حضرتك. طيب بس ما فيش وثيقه، ما دي المشكله. انا كان نفسي اتوقع لو في وثيقه. طب لا يعني لو ان عندي عرض القلم في يدك دكتور ايمن، وتضيف هذه الكلمات ان ما حدث انقلاب عسكري وان الرئيس محمد مرسي شرعيته لا يتم التنازل عنها. مكتوب. هنا السؤال الاهم الان سياده المستشار ودكتور بس عايز اقول لسياده المستشار حاجه، وهو طبعا مثقف دينيا وربما اكثر مني يعني. في احد المعاهدات الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيوقع معاهده اظن مع اليهود، فاعترضوا، ولا مش فاكر كان مع اليهود ولا كان مع مين، اما اعترضوا على ذكر محمد رسول الله. كان صلح الحديبيه. فقال له صلح الحديبيه فقال له امحيها يا علي، ده رسول وبيقولوا له امحي ايه. انا بقول لكم على حاجه يا سعاده المستشار، يا ريت كان في امكانياتنا ان احنا نقابل الدكتور محمد مرسي او يطلع 5 دقائق يتكلم. انا رايي ان هو كان هيقول انا بحتكم للشعب، واحنا بنقول للشعب انت صاحب القرار، وبنقول الشرعيه شرعيه الثوره وكل ما نتج عنها من انتخابات حره وديمقراطيه. الفرق في الالفاظ ما يخليش حد يخون حد، وما يخليش حد يصادر حد في انا الوقت فعلا معايا. مش انت سياده المستشار، انت عمرك ما خونت حد. نعم سياده المستشار، لو اخذ منك تعليق اخير ومن فضلك باختصار شديد، يعني تعليق اخير من حضرتك واستاذنك يعني ان هو يبقى باختصار شديد. قبل تعليقه بقول يا سعاده المستشار، انا عارف انت عمرك ما خونت حد، بس انا ربما اوجه كلامي لاخرين انت تعلمهم وانا اعلم. اتفضل يا فندم. طيب الدكتور اسامه، يعني انا قلت لحضرتك ان هذه الوثيقه فيها انا شايف ان فيها عوار قانوني بيخرج من الثوره من مربع الشرعيه الى ان تصبح هي المعارض لنظام شرعي. ده بيفقدنا قيمه سياسيه وبيفقدنا قيمه قانونيه وبيفقدنا قيمه اخلاقيه امام كل اللي احنا بنتعامل معاهم، وبيكسب عبد الفتاح السيسي ونظام العسكر هذه القيم المختلفه. أنا بقول للدكتور أيمن نور مستعد الآن يا دكتور أيمن، وبكرر كلمتي، لو ذكرت في هذه الوثيقة أن 3/7 انقلاب عسكري وأن الرئيس الشرعي هو الدكتور محمد مرسي، أنا أول من سيوقع على هذه الوثيقة وأحارب من أجلها يا دكتور أيمن. أشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار وليد شرابي نائب رئيس المجلس الثوري المصري، ويعني أنت أبديت يعني تقبلا لما قال. أنا طبعا سيادة المستشار صديق عزيز وأنا أحبه الحقيقة، لكن عايز اقول على حاجه يا جماعه، يعني الحقيقه المعاني واضحه. ما بيقول ان ده اعتراف بنظام تحول الثوره الى معارضه لهذا النظام، تحول الثوره معارضه. اما نقرا في السادسه هنا بيقول ايه؟ لا تصالح مع نظام القمع والفساد. يعني احنا لا داخلين عمليه سياسيه مع هذا النظام. وانا بقول لك في كل كلامي وكل تصريحاتي ولا نستطيع ان نجتزئ جمله من مكان. خد اجمالا موقفي وموقف زملائي الذين تحمسوا يوما ما لهذه الوثيقه، ان احنا نقول لا حل في وجود السيسي،
وان الحل هو غياب وخروج السيسي، والحل هو عوده الدوله المدنيه، مش بس خروج السيسي، عوده مدنيه الدوله وعوده الجيش لدوره الطبيعي. طيب. فانا الحقيقه انا مش زعلان سعاده المستشار، لكن انا زعلان ان اولا الوثيقه مش مطروحه، يا ريتها كانت مطروحه فكنا اخذنا توقيع دلوقتي. خليني اسالك فيما تبقى من وقت، طب وليه المبادئ دي بما ان حضرتك مقتنع بها بهذا الشكل لا يتم الاعلان عنها وطرحها الان؟ ما احنا اعلنا عنها. يعني انت بتطرحها الان على الراي لا العام؟ انا مش بطرحها، بص انا لا املك ان انا يعني اطرح عملا منفردا. نعم، انا اسال الان عن تصور لما هو قادم دكتور، بعيدا عن الشهور اللي فاتت والتدخلات وهكذا. انا بدعو كل زملائي لمساحه اكبر من سعه الصدر، وانا برجو ان ما حدش يمارس علينا الذي يمارسه علينا نظام السيسي من ارهاب فكري. مش عايزين الناس تخاف تفكر، ما نسيب الناس تفكر. يا اخي انت عايز عوده مبارك وانا عايز عوده الدكتور مرسي، انت حر. عوده مبارك ده تفكير مثلا؟ لا اضرب مثال يعني. لا يا راجل، عوده عبد الناصر حاجه ما تعودش خالص. يعني خلينا يعني انا بقول ندي مساحه للناس ان احنا نقول والله يا اخوانا انتوا شركائنا في ثوره وانتوا غاضبين على هذا النظام، خلونا نوسع المشترك بيننا. وانا بقول لك الدكتور سعاده المستشار وليد شرابي قال كلام مهم جدا، قال لك موقف الاشتراكيين الثوريين، موقف 6 ابريل اللي امبارح بيطلع بيان بيطالب السيسي بالتنحي. طب هو ده مش مثمن ومقدر؟ مش ده يخلينا نقول نفتح حضننا للجميع؟ الانتخابات البرلمانيه اللي الحقيقه بتمثل خساره فادحه للسيسي، اللي هيسقطوا من معسكر السيسي مكانهم فين؟ هيروحوا المجلس الثوري؟ ما اعتقدش. بس ليه؟ انا اسف، اساله. مش هيروح من انا امامي الدكتور ايمن نور، يعني انت صاحب التصريح، ليس احد من يعني انا بقول لك الاطراف التي كانت في مساحه متقاربه مع نظام السيسي النهارده هي ستبعد عنهم كثيرا بعد اكتشاف اكذوبه البرلمان. وانا بقول لك الرجل يخسر مساحات واسعه جدا. مره ثانيه احنا دورنا ايه بقى عشان نحصد جزء من الذي يحصل؟ ده مش يلقي عليه مسؤوليه وطنيه سريعه لتجاوز هذه الخلافات حول بعض المواد وهي ثوابت عند الاخرين، يعني ربما تراها انها صياغه ولكن الاخرين يرونها ثابت من الثوابت ان يتم ذكر اسم الرئيس وان هذا انقلاب عسكري. أليس من الضرورة الوطنية الآن أن تتجاوزوا هذه المرحلة من أجل استقبال من يتساقط من معسكر عبد الفتاح السيسي؟ أنا أعتقد في هذا، وأتمنى أن زملائنا يعاونونا بروح وصدر وقلب أكثر اتساعا. وبقول لك يا دكتور أسامة بصريح العبارة، محدش فينا مضطر أن يجلس في الغربة وأن يفعل ما يفعله. احنا عندنا مبادئ وعندنا ثوابت ومحافظين عليها، بس كمان لازم يكون عندنا رؤية، ولازم يكون عندنا بلان A و B و C، ولازم يكون عندنا بدائل. وبمناسبة البدائل، أنا لما اترشح ولا بفكر اترشح ولا عايز اترشح ولا عايز أكون مكان الدكتور مرسي ولا كل الأوهام اللي البعض المتوهمين بيتخيلوها. طب ولماذا النفي بهذه الطريقة؟ عشان الناس لماذا تنفي بهذه الطريقة؟ هقول لك، ما انا بسمع بقالي كلام. أليس حق دستوري لأي مواطن أن يفكر في حقي، وأنا مارسته في مواجهة مبارك. طيب. وما عنديش أي، كنت الثاني من بين 10 ودفعت 8 و5 سنين في السجن. طيب. ولا يفرق معايا الكلام ده. بالتأكيد هذه ليس لدي شهوة لا لسلطة ولا لموقع ولا غيره، عشان بس الناس ما تتصورش يقول لك اصل هو كده بيرتب عشان يستبعد فلان فيبقى هو المتاح او المطروح او المتفق عليه. هل هذه أجواء للعمل الوطني الصحي؟ لا. أن ينفي كل رمز أنه للأسف لا مطمع له ولا مغنم وهكذا؟ يا دكتور أسامة احنا بنمر بظروف فعلا قاسية. يعني عايز أقول لك إن في أوقات يعني أحتاج إن أنا استرد ثقتي في ثقتي، مش هقول لك في الشركاء، في نفسي، لأن حجم، مش عايز أقول لفظ بايخ، حجم الأخطاء، خليني أقول أقل التعبيرات، بقى مؤلم وعيب. طيب. وعيب ان احنا نجتزئ مواقف ونتقول كلام ما حصلش وندعي حاجات وقائع لم تحدث، خيالات. هذه الورقتين تحتاج الى حلقه بالتاكيد قريبه. لا انا عايز اطلب منك لنناقشها، ولكن ممكن اطلب منك طلب على يعني في نصف دقيقه لان انا هناك رساله اخيره. اتفضل. انا برجو، احنا قرينا الوثيقه قدام الناس، انا برجو الناس يوجهوا لك على ايميلك
وتبعت لي صوره من اللي هيواجهوه، ايه مآخذهم على هذا الكلام؟ هل هذا الكلام عاقل؟ اي النافذه مفتوحه بالتاكيد، نحن هنناقش هذا الامر ربما في حلقات قريبه. انا يعني ببارك لك على الحكم القضائي من المحكمه، واتمنى ان باسبورك يطلع وتعود مصر او نعود جميعا سويا لمصر ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمن نور زعيم حزب غد الثوره. نافذ على مصر، حلقتنا خلصت، اشوفكم بكره 9 بتوقيت القاهره، تصبحوا على خير.